اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، تحياتي لكم. اخوان، غنديروا اللي بغى يطلع شي واحد يطلع، نناقشوا بالمي، نشوف السي مصطفى كيفاش يدير. شي واحد اللي كيفهم الاخوان في هذا الشيء هذا، الا كاين شي طريقه تقنيه نشوف لنا شي حل، نلقاو الحل. بغينا اللايف يدوز، تسنينا هاد الحلقه انها تكون، نتمنى انها تكون ان شاء الله. سوف نحاول ان شاء الله الرحمن الرحيم. اهلا الاخوان، تحياتي لكم. غالبا غيكون عنده فيسبوك لايت 100%. 100% غيكون عنده فيسبوك لايت. طلعوا بدر شاكر نشوفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. نسمعوك شي اخي للاسف. محمد غيه راه ما قال لك عنده مشكل تقني، ما عنده كيفاش يدير دابا، يدير فيسبوك. هضرت معاه ما كاينش الحل، نشوفوا الا كاين شي حل. قال لي يعطيني واحد 5 دقائق انا نشوف. كلشي طلع عندي هنا الا سي مصطفى اللي ما طلعش، ما فهمتش علاش. نهضر معاك هنا. اخوان نشوفوا السي مصطفى التحق بينا. راه الله ما تحشموش هاد المره. واحد الانفيتاسيون هنا، واخيرا. واش شتي؟ ربي ما تحشمناش، دائما كيوقع لنا مشكل ملي كنبغيو نديرو لايف. نتمنى انه الان يتم التواصل. اهلا وسهلا سي مصطفى، تحياتي. مزيان. بعدا حنا كنسمعوك، قلب ليكرون. كاكاو. دابا مزيان. راه كبير هذا السي مصطفى، راه ماشي اول مره، فين ما كنبغي ندير معاك اللايف كيوقع هذا المشكل. الله اعلم اخي، بخير مزيان. انت الصوره ديالك راه ما كايناش والله. شنو هي؟ ما كتبانيش الصوره ديالك. غيكون من الكونيكسيون. اخوان اللي معنا في التعاليق اكدوا لنا واش كتبان لكم الصوره. اخوان فضلا وليس امرا. شويه وغتبان لك السي مصطفى، كنظن غير من الاخوان. الصوره مزيانه ياك؟ الصوره مزيان. لا كتبان لي انا، كتبان لي وكيبان لي راسي. الاخوان اللي معنا فضلا وليس امرا، بارطاج في الجروبات ديال ليدرشيب باش يوصل لاكبر عدد من الزميلات والزملاء. محمد قال لك مزيان صافي، خليها بحال هكا سي مصطفى. مزيان دابا الصوره واضحه. اذا شكرا اخي محمد. وشنو لقيتي المشكل فياش السي مصطفى؟ والله ما عرفت، عاود فتحت ودخلت وصافي. هذا ما كاين. ايوا مزيان، ليسونسيال اننا نقدر نتواصل. هذا هو المهم. هذا هو الصوره ديالك يكون من الكونيكسيون. دخلت وصافي. مزيان، ليسونسيال اننا نقدر نتواصل. هذا هو المهم.
واش فاش الفيسبوك في التليفون في البيسي هذا كتعاود؟ لا صافي دابا سي بون، دابا مزيان. سي بون دابا مزيان. صافي الاخوان فضلا وليس امرا البارطاج في لي جروب الاخوان في لي جروب. يلا اخوان قبل ما نبداو هذه الحلقه المهمه جدا مع الضيف المهم جدا السي مصطفى جعا غني عن التعريف، زميل وصديق واخ وعنده واحد المنصب الله يكون في العوان، الكاتب الوطني للنقابه المستقله للممرضين وتقنيي الصحه. الاخوان غادي ما تبارطاجيو شويه، وهذا باش نبداو بغينا اكبر عدد من الاخوان يكونوا معنا، واسئلتكم طبعا غتخاذ بعين الاعتبار، والاسئله كما كنقول دائما تكون اسئله واجهه وتكون تتعلق بالمجال اللي حنا كنهضروا فيه، لان السي مصطفى اتفقنا اننا غنديروا واحد الجلسه حواريه انا وياه تكون تلقائيه اخويه بدون زعما اتفاق مسبق على ما سوف نتحدث بشأنه. فاتفقنا اننا نهضروا كما جلسنا في الكافي انا وياه وهضرنا، فكان حوار جميل. والسي مصطفى دائما اذان صاغيه ودائما كيحاول انه يوضح ويقرب الشغيله من المسائل كامله اللي كتعلق بها. فغناخذ بيان سور تعليقاتكم بعين الاعتبار. غير اون اتوندو بما ندوزو للتعاليق، نبداو مع السي مصطفى بعدا الحوار، نرحبوا به بعدا ونشكروه بعدا جزيل الشكر لانه وافق انه يدوز معايا في الحلقه، لان كما كيقولوا ف الطرح سخون بزاف وصعيب باش تلقى شي واحد باش يبغي يدوز معاك في اللايف. السي مصطفى قبل الدعوه ومرحب به طبعا، وشرف كبير لينا اننا يكون معنا السي مصطفى في هذا اللايف. هذه ماشي مجامله ولكن حقيقه. السي مصطفى واحد الانسان يتسم بالرزانه وبواحد النضج في التسيير، ومحترم لدى الجميع، لان كنتحدث عليه لانني ما كنعرفوش انا كواحد البصيب ديال الكاتب الوطني، وانما كنعرفو كصديق وكزميل معنا هنا في الجهه ديال طنجه، وللكل يشهد له بالتقدير والاحترام المتبادل طبعا. فالسي مصطفى غنبدا معاك بالانتقادات اللي تلقيتوها مؤخرا على حساب القرارات اللي كتاخذوا سواء داخل التنسيق او بالنسبه للقضيه ديال السنوات الاعتباريه اللي هي اللي كانت النقطه التي افاضت الكاس، واللي كان الله في عونكم حتى نتوما باش انكم تقدروا تحددوا فيها. اكيد كنت عارف بانك من قبل كنتوا عارفين انكم مهما فعلتم في القضيه ديال السنوات الاعتباريه ضروري يخرج واحد الفئه انها تعتبر راسها ضحيه وانها تعتبر انها مظلومه وانكم لم تنصفوها. فغنبدا لك بهذه النقطه السي مصطفى، تحدث لنا على السنوات الاعتباريه هي الاولى. السلام عليكم. بعد السي رشيد شكرا. الصوت مسموع ياك بعدا؟ مسموع الصوت؟ مسموع مزيان السي مصطفى، مرحبا. دونك شكرا سي رشيد بعد على الدعوه، وواحد اللقاء اللي فعلا غيكون غير لقاء اللي هو تلقائي ماشي لقاء اللي هو رسمي، ولكن التفاعل مع مهنيين ديال الصحه وكذلك حتى الناس اللي خارج القطاع ديال الصحه. واكيد ان هذه النقطه اللي قلتي نبداو بها نورمالمون خصنا نبداو بالملف كله، يعني كمشكل مرتبط بقطاع الصحه والظرفيه الحاليه اللي كاينه حاليا لا في قطاع الصحه لا في القطاعات العموميه بصفه عامه. واكيد ان هذيك النقطه ما بين النقاط غادي نحاول نجاوب عليها. الهدف من هذا اللقاء حيت تلاقيت بك المره اللي فاتت يعني وناقشنا بان فعلا كاين واحد مشكل تواصل كبير ماشي من الناحيه ديال وزاره الصحه في اتجاه يعني النقابات، وكذلك حتى من النقابات يعني في اتجاه ديال الاطر الصحيه، وهذه كتعطي واحد الضبابيه وكيخلق واحد الاحتقان وتخوف داخل القطاع. يعني هذا الشيء راه تقريبا عام كيشمل جميع المناحي، راه حتى مثلا داخل النقابات حاليا يعني حتى كان التواصل ما بين القيادات في اشكال، راه حتى التواصل ما بين القيادات الجهويه والاقليميه مع القواعد كاين فيه مشكل. دونك هذا الشيء راه عام، وخاصه انا في ظل واحد التعتيم ديال المعلومه على مستوى قطاع الصحه، وخاصه النقط اللي مرتبطه بالموارد البشريه. دونك شكرا سي رشيد، واكيد ان نقدروا نعرجوا على بزاف النقاط، مي مزيان اللي بديتي هذه النقطه هذه، ولكن على الاقل كاطار عام باش نفهموا بان علاش نبدا بهذه النقطه حيت هي النقطه الاكثر تداولا بشان انتقادك انت زعما شخصيا، يعني هي اللي كثرات القيل والقال عليك بزاف. هذه النقطه ديال السنوات الاعتباريه واللي
اكيد منطقيا كانت غتجبد لك المشاكل وغتخلق لك هذا الجدل، لانها ضروري غتكون واحد الفئه. دائما حنا تعودنا على هذه المساله هذه، ان دائما فئه تعتبر نفسها انها مظلومه، علما ان ذاك الشخص اللي غيكون مسؤول واللي غيحاول انه ينصف الجميع غيلقى مشكل في اخر المطاف. داكشي باش بغيت هذه النقطه توضح وبديت بها، باش عاد نعرجوا على النقط الاخرى اللي تخلي لها الملف باكمله. شوف السي رشيد، كما قلت لك انا كنتفاهم معك ماشي بطريقه رسميه، راه دابا بتلقائيه كنحاول نجاوب معك بنفس الطريقه. شوف هذا الملف هذا ماشي انه زعما خلق اشكاليه، راه تقريبا جميع النقط اللي كاينين في الاتفاق فيهم اشكاليه، لان كاين مشكل التواصل. واكيد الا كانت كاع النقطه اللي خلقها جدل كبير راه هي صفه الموظف، لان هي كلشي التخوف المصيري. ممكن كاع النقاط الماليه نقدروا نتجاوزوها، ولكن ما تقدر تجاوز ان شي واحد تمشي له الوظيفه ديالو او مشي المستقبل ديالو. يعني جميع النقاط عندها اهميه، ولكن ماشي مشكل نبدا بهذه النقطه، لان نعتبر هذا لقاء يعني لا معك ولا مع باقي الاخوان بواحد العدد ديال النقط اللي نقدروا نفصلوا فيها. واكيد انا ما عندي حتى اي حرج، غير باش نقول لك انا ما عندي حتى اي حرج. ما انا يعني مثلا مستفيد من هذه السنوات الاعتباريه، باش غادي نقول بان كما كيقولوا بعض الخوت انهم كيطرزوها جهتهم في الاتجاه ديالهم. لا، عدد كبير ديال القيادات في النقابه مرتبطين بهذه النقطه هذه. اللي كيكون هو انه اي ملف تطرح قدامك فيه عراقيل وفيه اشكاليات وفيه تحديات كيفاش غادي تنزلوا. ومزيان نبداو شويه بالهيستوريك. هو هذا الملف هذا صراحه يعني ماشي عاد بدا دابا، بدا ملي تحت ذاك المرسوم 2017 في ديك المرحله، وخلق اشكاليات وخلق ضحايا، ومنهم الضحايا ديال الممرضين اللي كانوا مرتبين في السلم 10 في السلم 11، وكذلك اللي كانوا في السلم 9 وتحولوا للسلم 10، وكذلك ممرضين المتصرفين، ممرضين ذوي سنتين 3 سنوات. المهم الا جمعت لك العدد ديال الضحايا ديال هذا الملف سنوات فهو 13 الفئه، يعني ولا مشيتي صفتي فئه كتضرب فئه. لهذا هذا الملف هذا بقى كيتراك من 2017، تعطات واحد سنتين اعتباريه الناس اللي كانوا في السلم 10، الناس اللي كانوا في السلم 9 ما تعطاهم لا شيء. ولكن جا الاتفاق 22 واللي كان عليه بزاف ديال الانتقاد على اساس انه فعلا ما حلش الاشكاليه ديفينيتيف. ولكن ما نقولوش نصف جميع الفئات او نصف فئه معينه، ولكن فئه استفدت وفئه ما استفدتش في واحد الحدود معينه. انت كتعرف 2022 يعني كانت السنوات الاعتباريه الكلفه الماليه كبيره، راه وصلت تقريبا حتى 800 مليون درهم، يعني 8 مليار مغربيه. واكيد انها كانت معروفه بان واحد العدد استفدوا واحد السنوات، يعني كاين اللي وصل حتى 5 سنوات، كاين 4 سنوات، كاين 3 سنوات. ولكن الفئه اللي كانت ديجا مرتبه في السلم السعود بعد ما جاء المرسوم استفدت 6 سنه. وكان ذكر بان هذا الملف هذا النقاش وقع فيه يعني رسميا، يعني كان مجرد نقاش، ولكن دارت واحد التنسيقيه في واحد المرحله وكانت واحد الوقفه احتجاجيه. واكيد ان بعض العناصر في هذه التنسيقيه داروا الدور ديالهم داخل النقابات على اساس ان هذا الملف خصو يترفع رسميا للنقاش على مستوى الحوار. وفعلا واحد اللقاء كان في شهر 9 على مستوى وزاره الصحه، وتوضع هذا الملف هذا ديال الناس اللي كانوا مرتبين في السلم 9 وما استفدوا حتى سنه. لهذا يعني رجعت ما بين النقط الاساسيه، وتوقع الاتفاق ديال ديسمبر 2023، وكانت فيه هذه النقطه ديال السنوات الاعتباريه. ولكن في واحد المبدا، الى قراوا الاخوان غادي يشوفوا بان هذه السنوات الاعتباريه ديال الناس اللي في السلم 9 الاكيد ان اساسي فيها ما يتمسوش باقي الفئات، حيت عارفين الا مشيتي تحل الاشكاليه ديال هادو غادي تقيس فئات اخرى يعني في لي طابلو دافونس وكذا. ولهذا يعني اللقاء الاول اللي من بعد يعني الاتفاق 23 واللقاء التقني كان اول حاجه بعد الاحصاء الفئات هي اللي قسمنا 13 الفئه. مثلا الفئات ديال الممرضين ذوي سنتين، الممرضين ذوي 3 سنوات، كاين الممرضين اللي كانوا ما استافدوش كاع، كانوا في الشطرين وكانوا في السلم 11 حتى هما استافدوا في الشطر الثاني. كانوا الممرضين اللي جا استافدوا سنتين واعتقدوا بان في 2022 غادي تزادهم 3 سنوات اخرى، بمعنى 5 سنوات، في نهايه المطاف زادتهم واحد السنه واحده. دونك هاد الاعتبارات كلهم خلاو ان الملف باش تنزلوا بوحده ما يمكنش، لان غادي يمس باقي الاطراف. لهذا نعطيك انا، رغم ان المساله الكلفه الماليه ما انت كتبقى كنقابي كطالب، ولكن الكلفه الماليه هذا كيبقى الدور ديال وزاره الصحه، ولكن ما تعنيش اننا ما نناقشوش عليها. اللي تعطى غلاف مالي في الاتفاق كله تقريبا ما يناهز واحد 2 مليار درهم. الجزء اللي تعطى بالنسبه لهذه السنوات الاعتباريه هو 11 مليار تقريبا اللي تعطات لهذا الملف ديال السنوات الاعتباريه. وكانوا بزاف ديال السيناريو، وانا كنعطيك السيناريو اللي جات به وزاره الصحه، وهذا الشيء راه حاضرين الكتاب الوطنيين والناس ديال اللجنه. اللي جات به وزاره الصحه هو انك تعطي سنوات اعتباريه فقط للناس من 2011 لتحت. هذا هو الصيغه الوحيده اللي جات بها، واي واحد مرتب في السلم 11 ما غتعطى حتى سنه. حنا كذلك كنقابات يعني قلنا بان على الاقل نصفوا هذه الفئه هذه، لان الى جينا للمنطق
ديال هذه الفئه اللي راه مرتبه في السلم السعود، فاكيد ان سيستيم ان ام تي فهو يعني لابليكاسيون ديالو في 2003 ولكن التنزيل الفعلي 2006. ولا جينا للمنطق ان هاد الناس هادو كانوا نورمالمون يستافدوا من دوك السنوات ديال الولوج بالوظيفه، والمرسوم جا في 2017، بمعنى ما غتكفيهم لا سنتين لا 3 سنوات لا 5 سنوات. ولكن الاشكال ما مطروحش غير هنا، مطروح انه حيت كتابليكي هذا العدد ديال السنوات كتمس باقي الفئات. وغنعطيك واحد النموذج بسيط. مثلا الناس اللي هما كانوا في السلم 10 وفي السلم 11 يعني مع المرسوم 2017 استفدوا من سنتين وضفت لهم سنه اخرى في 2022. الا جينا دابا ابليكينا في 11 2000 يعني السلم 11 وزدنا لهاد الناس اللي راهم كانوا في السلم 9 في ديك المرحله وزدناهم 3 سنوات، كنلقاو يعني بطريقه حسابيه ان على الاقل كيسقطوا في الطابلو دافونسمون 300 واحد، لي زونفيرون ديال 300 واحد كل سنه. بمعنى انت حليتي اشكاليه ديال واحد الفئه ولكن انت بديتي كتخلق فئات اخرى واضرار اخرى. مساله اخرى هو انه السنوات كنا كنقولوا بان خصها تنزل بحال التعليم، لان التعليم حاليا يعني تعطاتهم كانوا كيهضروا على واحد الوقيته كاع 9 سنوات دابا 5 سنوات، ولكن ماشي كلشي تعطاتو 5 سنوات حتى هما كان عندهم تدرج. حنا الا كنا غنعطيو 5 سنوات شكون الاشكاليه طرحات؟ الا زينا هذه الفئه وعطيناها 5 سنوات بار اوبليغاسيون، حتى الناس اللي كانوا استفدوا من 3 سنوات في 2023 2022 بار اوبليغاسيون خصك تزيدهم سنتين باش ما يوقعش عاود مشكله ديال ان تخلق فئه اخرى متضرره اللي هما الممرضين ذوي سنتين والممرضين ذوي 3 سنوات. دونك هنا كتشوف بان هذا الملف هذا فهو مترابط مع باقي هذه الفئات، والاكيد انه ما غاديش يرضي عدد كبير ديال الناس في الحل اللي غادي يتعطى فيه. واكيد كما كنقول انا حتى هذا الحل ماشي حل ايديال، ولكن الحل اللي كاين في هذه الظروف الحاليه وانه غيعطي اقل عدد ديال الضحايا باش لهذا يعني نحاول نقلبوا على حلول اخرى. مرتبط حتى بالبيدجي اللي محطوط قدامكم، حتى البيجي. شوف نعطيك واحد المعلومه، حتى البيجي في النيغوسياسيون وصلنا انه تزاد كاع ما بقاش في 11 مليار. علاش؟ الاقتراح اللي درنا حنا في واحد الوقيته يعني الاقتراح اللي داروا النقابات هو ان هذه المساله ديال 2011 لتحت فقط قلنا لا خص جميع الفئات قبل من المرسوم 2017، ولا احتاجنا ان بعض الفئات اللي غادي تضرر حتى هما نزيدوهم سنوات اعتباريه. يعني كانت اخر صيغه هو ان الناس اللي مرتبطين حاليا في السلم 10 وكانوا يعني هما متضررين من هذا المرسوم كانوا في السلم 9 قبل المرسوم 2017 غتزادهم 3 سنوات سنتين سنه، يعني غيمشي هادشي بالتدرج. مساله اخرى هذا التدرج هذا غيكون فيه يعني منقسم على 3، بالاضافه لان عندنا واحد الفئه اللي هي المتصرفين. الفئه ديال المتصرفين اللي هما يعني كانوا ممرضين وغيروا الاطار ما استفدوا حتى سنه اعتباريه اصلا، لا في 2017 لا في 2022، وبالتالي حتى هما فئه متضرره. بالاضافه انه تعطى 3 سنوات حتى الممرضين اللي كاينين في السلم 11 حاليا، وهذه الصيغه اللي اقترحنا في الاول. ولكن من بعد فاش داز دراسه لهذا الملف هذا لقينا بان في السلم 11 بالضبط الا عطيتي 3 سنوات كما قلت لك على الاقل 300 واحد اللي هما ممرضين ذوي سنتين وممرضين 3 سنوات انهم غادي يرجعوا للركعه في الطابلو دافونسمون. يعني الا كان غادي يستافد في الطابلو دافونسمون في السنه السادسه او السابعه او الثامنه يقدر يتعطل كاع في لافونسمون ديالو، وبالتالي ها حنا بدا كيبان الضرر في الفوق في الأونس. في الديس ما نطرحش مشكل الا باستثناء انه خصو يبقى محدود في 3 سنوات. الا فتي 3 سنوات درتي 4 سنوات بار اوبليغاسيون الناس اللي استافدوا من 3 سنوات قبل خصك تزيدهم سنه. دونك هنا وصلنا لواحد المرحله وان تزاد واحد البيجي على اساس انه غتكون 3 سنوات سنه وكل شيء. هذا الشيء في الديس، ولكن كنشوفوا النتيجه لان حنا عاود ركزنا في واحد النقطه اخرى هي اللي هي النتيجه اش غتعطينا. بهذه الصيغه هذه حاليا لقينا بان الى تنزل الاتفاق في هذه السنه هذه لو ماكسيموم الى 2026 ما غيبقى حتى ممرض المتضررين من هذا السيستيم ان ام تي انه ما غيبقى حتى واحد في السلم 10، غيرجع كل شيء في السلم 11. وهذه النقطه هذه غادي تلعب دور ان واحد لاماس كبيره غادي تدوز ل 11 وهي اللي غادي تدفع عدد كبير ديال الممرضين انهم في الطابلو دافونسمون غادي يكون تسريع، واللي باش يدوز حتى 8 سنوات كاين اللي يقدر يدوز في السنه الاولى او في السنه الثانيه. مساله اخرى هو ان اللي خلق جدل كبير عاود هو في الأونز فاش لقينا الحل الوحيد اللي يقدر ما يكونش فيه متضررين بالنسبه للأونز هو اننا نديروا سنه وحده اعتباريه باش ما يمكنش يطيحوا واحد العدد في الطابلو دافونسمون نخلقوا ضحايا جدد. دونك مشينا في الطرح ديال انه تكون سنه واحده. انا عارف بان هذا الشيء ما غيرضيش بزاف ديال الناس. شوف راه 13 فئه متداخله، الا رضيتي هذه الفئه غتقلق هذه الفئه، وبالتالي في ظل هذه الظروف في ظل انك تحاول انه ما تخلقش ضحايا، البرانسيب هو ليسونسيال هو ما نخلقوش ضحايا جداد. دونك الا قدرنا غير نحافظوا على هذا البرانسيب
وقدرنا نساتيسفيو هاد لي بيرسون في واحد الحدود غيكون احسن. وما نساوش راه حتى 3 سنوات الا جينا للمنطق لا بالنسبه للناس القدام ولا جداد راه غير منصفه، لان قلت المرسوم اجا في 2017 ونورمالمون المنطق راه من 2006 خص يكونوا هاد الناس في السلم 10. يعني الحلول اللي كاينه حاليا فيما هو متوفر وفي حدود انه ما يكونش التداخل. راه نعطيك نموذج باش تعرف اشكاليه التداخل. لاحظ معايا تا الممرضين الاعداديين، الممرضين الاعداديين ما طرح لناش مشكل بتاتا فاش عطاتهم 5 سنوات، بالاضافه لان هذا الى تابليكا يعني ابتداء من العام الجاي غتسمى يعني 6 سنوات باعتبار انه من 24. علاش؟ لانه هما في المرسوم خارج المرسوم، يعني ما يدخلوش في لي طابلو دو المرسوم ديال الممرضين. والابليكاسيون ديال 5 سنوات ما غتطرحش اشكاليه بتاتا في لافونسمون اللي ما غتمش فئات اخرى. ولكن في المرسوم 2017 وتداخل الفئات يعني ممرضين ذوي سنوات 3 سنوات سنتين، الممرضين عاود اللي راهم كانوا في السلم السعودي يعني المتصرفين، هذا الشيء كله حيت كتجمعوا غتلقى يعني الحل اللي كيكون اقرب. ما غيكونش عادل كما كنقول لكم، ما غيكون يساتيسفيش الناس كلهم، ولكن كيكون اقرب زعما انه يحل الاشكاليه في واحد الحدود معينه. ولكن كما قلت لك الهدف اللي ركزنا عليه هو انه ما يبقى حتى منتظر ابتداء من 2026 كلشي يكون في السلم 11. وهذوك الناس اللي غيكونوا في السلم 11 اللي هما كاينين حاليا انهم اغلبيه ديالهم بمجرد انه يدخل الطابلو دافونسون ما يتعطلش واحد المده ويدوز مباشره لخارج الدرجه، لان كاينه مستقبلا غتكون يعني واحد الدرجه جديده على الاقل يكونوا يستافدوا منها قبل ما يخرجوا للتقاعد. دونك هذه بصفه عامه هذه القضيه ديال السنوات الاعتباريه. لكن شي سؤال انا مستعد نتفاعل وهضرت معك بكل صراحه. شوف بكل صراحه راه بامكان نهضر معك لغه الخشب وبقى نقول الناس اللي ما كاينش على الاقل. لان انا قلت لك هذا ماشي كنعرفك غير في الفيسبوك، انا كنعرفك شخصيا وجلسنا ويعني انسان تلقائي ما تيتهربش من الاجوبه، لا عنده شي جواب شي حاجه راه كيقولها. فكنظن ان الجواب واضح، وكنظن ان كل واحد فينا حس براسو انه متضرر يدير راسو بلاصتو، يعني منطقيا دير راسك بلاصتو وشوف كي غدير تحل المشكل. وعاد لا كنتي انت انتغري في هذه المساله غادا تبان انك دائما كتضرب على مصلحتك هو في هذه السنوات الاعتباريه، راه ما عنده حتى شي مصلحه شخصيه بالنسبه ليه هو. فالمشكل هو انه بين مطرقه انه يرضي الاطراف كامله وبين السندان ديال البيدجي اللي محطوط. لان الا جيتي عند السمسار ملي كتجلس معاه كيقول لك انا ما كرهتش كلشي يكون عنده سلم 11. يعني ملي كنجيو نشوفوا ان كان الله في عون من يتكلف بهذه الامور، زعما الله يحسن العوان، لانه ماشي مجامله وانما غادي تلقى انتقادات، غتلقى بزاف الناس غيقولوا انا ما تنصفتش، انا ما خديتش، انا ما درتش، وغتبقى هذه المساله غادا. فكتبقى الاعمال بالنوايا. والسي مصطفى راه كنعرفوا الاخلاق ديالو كتسبقوا والسمعه ديالو هنا في الجهه ديال طنجه بعد اللي قريب من الشغيله وكيعرفوه، السمعه ديالو معروفه وانه انسان صادق. هادشي اللي كنعرفوا عليه، هذه ماشي مجامله حيت طالع عندي في اللايف، وانما كما قلت لكم هو راه صديق حقيقي وصديق واقعي. فاللي لمسنا فيه واللي عرفنا عليه انه الصدق، كاين الصدق في الكلام ديالو. فلذلك حاولت انا مع اننا نتلاقاو ونديروا لايف. جلسنا في القهوه، الهضره اللي قلنا انا وياه في القهوه كانت تلقائيه، الاسئله اللي كنت كنقول كانوا تلقائيين. قلت له هذا الشيء اللي قلنا في القهوه يا ريت كانوا يسمعوه الناس كاملين، وتكون واحد الحوار تلقائي الاجابه على التساؤلات ديال الناس لتنوير الشغيله. لان المشكل اللي كاين كما قال هو غياب التواصل لا من الوزاره ولا من القيادات. فاليوم هذه فرصه باش اننا نقدروا نوضحوا بزاف الامور، وراه كنظن ان الجواب ديالو كان واضح ديال السنوات الاعتباريه. وندوزوا هذا الملف هذا ونسولوا السي مصطفى على الملف برمته. السي مصطفى هذه القضيه ديال الاتفاق والتنزيل ديالو بالنسبه لك انت التصور ديالك واش، حيت سمعنا كاين شي لقاء نهار 12 فبراير، واش الاتفاق غادي يتنزل؟ وي سي رشيد، لا اجابه على هذا السؤال غير قبل ما ندوز له كاينه واحد النقطه مرتبطه به مباشره اللي هي اصلا السؤال مطروح شكون اللي خلى هذه الاشكاليات وقعات كاع في هذه المراحل كلها، والقضيه ديال النظام الترقي. نظام الترقي هو اللي خلق هذه الاشكاليات. لهذا تنقول لك انا هذا دابا التصور اللي كاين حاليا اللي قلت كانه غادي يقدر يعطينا على الاقل 2026 ما غيبقى حتى ممرض اللي متضررين انه ما غيبقاش في السلم 10، كلشي غيكون في السلم 11. ولكن حتى شروط الترقي الا تغيرت غتلعب واحد الدور كبير، لانها غادي تدفع واحد العدد كبير ديال الناس، خاصه ان الا درنا تسقيف 11 عام عدد كبير ديال الممرضين غادي يمشيو مباشره للسلم 11. وكتعرف حيت كتكمل القاعده في السلم 11 يعني اي واحد كمل يعني دوز الرتبه 7 وكمل 5 سنين مباشره غادي يدوز الطابلو دافونسمون، وكاين بوسيبيليتي يدوز من السنه الاولى. علاش؟ لان لاباس كتكون كبيره. دونك هادشي راه مترابط. نقطه اخرى باش ما ندوزهاش، النقطه هي ديال الشطرين، لان سولت شفتي سؤال ديال الشطرين. القضيه ديال الشطرين غير باش نعطي اللي كاين هو انه راكم عارفين كيفاش جات
الى جينا مثلا على مستوى القضاء، راه كانت واحد المحاوله دارتها الحركه القضاء وكانت رفضات، يعني كانت المحكمه رفضات هذه المساله ديال الشطرين. ولكن اوريزمون انه بالنسبه للاخوان يعني داخل النقابات كان واحد النقاش في واحد المرحله ان حاولنا طلبنا على الاقل الاستثناء ديال انهم يجتازوا المباراه، وفعلا اجتازوا المباراه، ولكن رجع واحد الحق مكتسب اللي فرض انه تعطى ديك السنه، وفي نفس الوقت غيكون التعويض ديالها. دابا فين وصل الملف؟ وان الوزاره اخر مره يعني صيفطت واحد العدد ديال الملفات اللي هو عدد قليل ديال الشطرين، غير باش ما يكونش لو روجي ديال الدوسي. دوك عارفين بعض المرات كيكون الدوسي فيه اشكال غير قانوني بسيط كيرجع من الماليه، ولكن اوروزمون ان هذاك العدد اللي صيفطوا ديال الدوسي ديال لي دوسي راه كان محدود، ولكن راه دازوا يعني تقبلوا هاد الملفات. لهذا هاد الناس اللي غادي يستافدوا من الشطرين غالبا غيدوزوا في المراسبه الفيتير ديال المواطنه، عارف داك الشيء تدبيري اداري مالي عنده شروط ديالو. دونك غالبا غيبداو تسوى، لا بداو ولكن شي وحده راه تسوات الوضعيه ديالهم واحد العدد قليل، ممكن ما كتفوتش لي 20 لا لي 30 الله اعلم من هذا الشيء اللي شايف اللي عندي. ولكن بما ان هذوك تسوات الوضعيه بمعنى الاخرين راه مباشره شهر 3 غادي تسوى الوضعيه ديالهم. ان شاء الله. داكور. دونك نرجع للشروط بلاتي باش نرجع للشروط الترقي. رجع الشروط الترقي حيت هي داخله في الملف وهي نقطه اساسيه. وهاد الاسئله طرحات بزاف ديال اش غادي يتغير فيها، اش غادي يدار، علاش تعطات 20، علاش تعطات 20 في الاخرى، علاش. هو تقنيا الاشكال الكبير اللي كاين في الترقيه ماشي في النسبه د 20 ل 14، ولا المشكله اللي كاينه في البلافون، لان كاين فئات اخرى يعني مباشره فاش كتوصل ذاك البلافون كدوز مباشره. نعطيك غير نموذج مثلا في الممرضين اللي شفتيهم مثلا في السلم 11، السرعه باش كيدوزوا لوريشن ماشي هي السرعه، واحد كاين في الديس ل 11 وواحد في الناف للديس. دونك الاشكال كاين بزاف هاد الشروط الاساسيه. دونك حنا اللي اتفقنا ومشى هذا الملف راه كنتسناو يعني الفاليداسيون ديالو. اول حاجه ديك النقطه ديال 6 سنوات، لان هي كانت قبل 4 سنوات ورجعت 6 سنوات، وكان المقابل ديالها في واحد المرحله في 2006 هو مساله ديال التقاعد ومساله ديال ادخال البريم دو ريسك في التقاعد. المهم بزاف ديال المقابلين كان في الوظيفه العموميه ماشي غير بالنسبه للممرضين، مي الوظيفه العموميه بصفه عامه. ولكن دابا حنا اللي كاين هو المقترح انها تكون 4 سنوات. نقطه اخرى هو اللي مهمه هو انه هذوك الناس اللي كانوا الاداريين او التقنيين كان عندهم 2 مباريات، كان عندهم ليكري وكان عندهم لوران، دونك يكونوا يطبقوا جميع الشروط كلشي يرجع عنده لوران. مساله اخرى هو انه يبدا التسقيف من 8 سنوات ويحد في 11 عام. تصور دابا كان طبقنا غير 11 عام غنلقاو عندنا على الاقل دابا 3 ديال الفئات، يعني تقريبا ما يجمل واحد 4000 واحد حاليا تقدر دوز مباشره للكراد اللي من بعده الا دابا غير التسقيف ديال 11 عام. القضيه ديال 20 واش 14 ولا 20، دابا غير باش نوضح واحد المساله ديال الترقيه في المغرب كله. اكبر نسبه ترقيه في المغرب كاينه في التعليم العالي هي 40%، وكيدوزوا كل درجه كيدوزوها سنتين اوتوماتيكمون، ومن بعد هذيك كدوز 40%، بمعنى النص تقريبا كيدوز في كل سنه من بعد واحد البلافون. لو ان مشينا بهذه النسبه العامه هذا ما عندوش مباراه، لان التعليم العالي ما فيهاش مباراه، مي فيها ترقيه بمفهوم الاقدميه. يعني حنا في قطاع الصحه يعني مشينا لديك البلافون اللي هو 40% هو اعلى بلافون، ولكن كاين عندنا المباراه وكاين الاقدميه. وما نساش واحد المساله نسيتها، لان تصور انه كان في القانون الوظيفه الصحيه كانوا غيوقع واحد الخطا كبير، هو انه كانت غادي تحيد الاقدميه، ورغم انها تمضيفيات في النص في القراءه الثانيه انه كانت غتكون غير مباريات وما غيكونش كاع الاقدميه. المهم دابا ليسونسيال هو انه كاين 40%. هنا السؤال اللي كيتطرح وعلاش طبع عندهم سون بلافون، دابا السؤال كيبقى مطروح دائما. واكيد انني انا براسي يعني كممرض وكذلك الاداريين وباقي الفئات كيطرحوا هذا السؤال هذا علاش. ايفيكتيفمون حنا كلنا كان عندنا هذه الفكره هذه، ولكن اللي من بعد البحث ولقاءات مع الناس ديال الماليه وهذه كاين واحد لو ريسك فيه. علاش؟ حيت هو مرتبط بالعدد القليل اللي كاين حاليا عند الاطباء، بمعنى انه ما كاينش كوطه معينه، ولكن واحد المناصب الماليه كتحدد كل عام كتعطى لواحد الكراد معين، وكتلقى العدد ديال لي بوست اكثر من العدد ديال الناس اللي غيجتازوا المباراه. هذه هي اللي كتخلي ان عدد كبير كيدوز فيهم، ونقدر نقول لك شي مره كدوز 100% بمجرد انه يجيب المعدل ديالها. ولكن لا طبقنا حاليا هذه القاعده بالنسبه للممرضين وهي فئه كبيره كنهضروا على 12000 وجينا وعطيناهم مثلا 2000 بوست، راه هي تقريبا نفس النسبه اللي حنا كنهضروا عليها حاليا. وكاين لو ريسك اكثر هو انه الا تزاد العدد وغيتزاد العدد اللي حنا كنهضروا دابا مستقبلا على 96000 مهني صحه، بمعنى الممرضين واحد المرحله تقدر تلقى الكراد الاول نقدروا نوصلوا بهذا الريكريتمون اللي كيدار 4000 واحد ل 5000 واحد في العام، ان نقدروا نوصلوا واحد الوقيته ل 20000 واحد غير ما بين 10 وما بين 11. ولا طبقنا هذه الكوطه نقدروا نطيحوا حتى اقل من ديك الكوطه ديال 14%. لهذا كيبقى ان غتمس حتى النقطه الاساسيه ديال الاقدميه. لهذا مشينا في التوجه ديال ان تكون 20% 20 بمعنى 40 في المجموع،
وان دوز المباراه على 4 سنوات، وكذلك البلافون اللي غادي يكون هو 8 سنوات حتى 11 سنه. هذا الشيء يعني في واحد السيميلاسيون درنا، لقينا بعض المرات يعني كنقابات، وفي هذه يعني في علاقه في واحد النقاش مع الوزاره، وقينا بان تقدر تستافد 7000 يعني واحد اضافي في هذا لافونسمون هذه، وهي ماشي مساله، ماشي رقم اللي هو ساهل. بالاضافه لهذا الشيء، ان علاش كاين دابا نقاش بزاف داخل القطاع، لان حنا جينا في واحد المرحله انتقاليه، لا بالنسبه للمنظومه الصحيه لا بالنسبه حتى للفئات المتضرره، لان باش نصفوا هذه التركه ديال هذا الموسم 2017 والمراتب اللي قبل منها، راه حنا مازالين دابا تنحلوا غير الاشكاليات ديال واحد المرحله انتقاليه اللي باينه ما غتوصل لواحد المرحله ديال 10 سنين عاد يمكن تصفي هاد الملفات هادو العالقه، باش عاد يمكن يكون التساوي. لان دابا حاليا كاين واحد ديزيكيليبر لدرجه، نعطيك واحد النموذج. كتلقى مثلا ممرض دابا حاليا في السلم 11 وعنده واحد لونفون يعني في القطاع ديال الصحه اللي تعين موظف وهو وياه في نفس السلم، رغم انه نفس الاطار وكيشتغلوا في نفس السيرفيس. علاش؟ بناء على هذه الاشكاليات الوظيفيه وديال المراسم المتراكمه اللي خلات هذه الوضعيه اللي ما خصهاش تكون. نورمالمون الاقدميه كتلعب دور، وكذلك يعني انه الناس اللي كيكونوا عندهم واحد اكسبيريونس كبيره خصو يكون في الكرات زايد. دونك هذه اشكاليات خصها واحد المده غير باش تحل، واللي هي اللي خلقه واحد الجدل. ثاني حاجه، حنا يعني واحد العدد كبير ديال الممرضين ممكن ما تيشوفش الملف في الشموليه ديالو، كل واحد تيشوف غير في الجهه ديالو. لهذا كيبان نجاح الملف بصفه عامه ارتباطه بالنجاح ديال النقطه اللي مرتبطه به هو. دونك هنا باش كيبقى التقييم ديالو العمليه كلها، ولكن حنا كنتسولوا زعما نقابيين. واحد النقطه، واحد التعليق ديال عبد الجليل ام قال لك سنه واحده للناجحين في السلم الحادي عشر وغير الترقيه في الرتبه، حيف كبير جدا، وليتي بغيتي تردوا الناجح المجتهد مع الكسول باعطائه سنوات اكثر من زميله. اخي عبد الجليل، اول حاجه راه الكفاءه المهنيه، فاش كنقولوا دوزتي امتحان الكفاءه المهنيه الا نجحتي لا يعني انك انت هو الكفء مقارنه مع زميلك، ولكن هناك كوطه مجحفه 14%، يعني ال 100 بكم جبتوا 20 الى 20 غيدوزوا 14. دونك هذه المساله ديال الكسول خصك تسحبها يا اخي الكريم، لان كما قال السي مصطفى اي واحد جا غادي يهضر على الجهه ديالو. فنحاولوا ننتقيو المصطلحات ديالنا احتراما للزملاء ديالنا كاملين. والسي مصطفى تي اش ام يقول لماذا تم خفض نسبه الترقي بالاختبار مما اضاع فرصه على الممرضين الترقي بالاقدميه مقابل زيادتها لاصحاب الامتحان؟ سي رشيد، اول حاجه يعني كانت 22 غير باش نفهموا، كانت 22 ورجعناها 20، وبالنسبه ل 14% رجعت 20. ليسونسيل هو بالنتيجه. دابا حاليا 22 اللي كيهضروا عليها، وكنديروا البلافون كنبداو 11 عام تقريبا حتى 10 سنين حتى 14 عام. الا درنا غير 20 ولكن غيرنا الشروط ديال البلافون بمعنى تمسني حتى ل 11 عام، راه خصنا نعرفوا بان راه 3 ديال الاجيال كيتحيدوا. هاد 3 الاجيال راه بعض المرات كيوصل الرقم ديالهم، عطيتك نموذج ديال 7000 مستفيد، بمعنى انت الشروط الاساسي ديالها هو ذاك المحتوى الداخلي للشروط، ماشي المحتوى ديال الرقم الاساسي. بمعنى انت اش كتقلب عليه؟ كتقلب عليه هو النتيجه اللي غتوصلها، شحال غيستافد من واحد. حيت في نهايه المطاف هذاك الممرض ما غيسولكش واش غيرتي رقم برقم، واش استافد عدد كبير ديال الممرضين وزاد في الكراد. تنقولك دابا بكالكول هو انه الا نقصتي، واخا تنقص حتى 18 كاع، ولكن الا خليتي البلافون في 11 عام كيتزاد العدد. دونك انا باش فهموا المساله بان هذا الشيء كله دابا قراءه سطحيه اللي شافوا الخوت، ولكن فاش كنرجعوا لها تقنيه كنلقاو فعلا الاختلاف فين كاين في الشروط الداخليه. نعطيك نموذج بسيط، مثلا 14% اللي كنهضروا عليها و6 سنوات. دابا راحت معايا مثلا 2023 شحال كانوا النصيب؟ كان تقريبا عندنا في العدد الناس اللي غادي 1600 واحد اللي غادي يدوز ل11، وهذا العام 1700، بمعنى لي زونفيرون ديال 3400 واحد تقريبا اللي داز في هاد عامين. تصور ان كانوا كيجتازوا المباراه على 4 سنوات، بمعنى راه عندنا على الاقل واحد 3400 مستفيد. باش نفهموا بان الشروط الداخليه كتعطي اكثر في العدد اكثر من الشروط اللي هما خارجيه. ويتفضل. لان هناك نسبه الاخوان باش تفهموا، لان كيقول السي مصطفى ان الا كان كل 4 سنوات يعني الا كانوا غيدوزوا 20000 ماشي غيدوزوا 14000. فالمساله مساله النسبه لديك الكوطه، فاذا دوزوا 20000 النسبه غتكون كبيره، يعني غتكون اكثر، غيكون فرصه اكثر عند الناس اللي غيدوزوا بالكفاءه، وغتبقى عاود فرصه للناس اللي غيدوزوا بالاقدميه. السؤال المهم قبل ما نرجعوا للاتفاقات السي مصطفى هو ديال، لانني كنت لازم انني نهضر عليه، هو الخريجين ديال المعاهد العليا العاطلين. هذا الملف هذا واش داخل في الاهتمامات زعما الاساسيه ديالكم السي مصطفى؟
سي رشيد متفق معك على هذه النقطة، وفيها واحد جوج إشكاليات. دابا هذا هو التخوف اللي كاين حاليا مستقبلا. لاحظنا بأن فتح المناصب على مستوى المعاهد ديال المهن التمريض تقنيات الصحة مرتبط بالمناصب اللي غادي تكون في لافيكتاسيون. ولكن دابا حاليا هذا التدبير الجهوي خلق مشكل. انا نعطيك نموذج. دابا انت عندك عدد كبير ديال المناصب، كنمشيو لشي جهه كنفتحوا واحد العدد ديال لي بوست وواحد العدد ديال التخصصات، وكنقصوا تخصصات اخرى واللي ما يمكنش تخدم الا في ليطا. مثلا السونتي كوميونيتير. السونتي كوميونيتير دابا حاليا كاين مشكل البطاله، رغم انه التكوين ديالهم الاتجاه ديالو فهو في القطاع العمومي، وماشي مشكل في لي بوست، مشكل في التدبير على مستوى الجهات. لان هذا التنسيق ديال مستوى الجهات خصو يبقى دائما على مستوى وزاره الصحه، لان فاش كندير ليستيماسيون ديال البزوان ديالو مازال ما وصلناش للمرحله انه يكون التدبير الجهوي محض. علاش؟ حيت مازال ما وصلناش ان التكوين سهر عليها الجهات، مازال التكوين سونطرال. بما ان التكوين باقي سونطرال، خص التوظيف يكون توجيه من السونطرال باش ما يوقعش بطاله. لان هذا الشيء وقع واحد المرحله اللي كتعقل في لي ساج فام، هذاك التدبير خلانا واحد الفئات كبيره ديال لي ساج فام بطاله لمده ديال سنوات. عاد الاشكاليه تحل. لهذا انا كنظن بان خصو يبقى تدبير مركزي، وان ما يتفتحوش لي بوست الا باستشاره ديال المركز وبناء على عدد المتخرجين في جميع المعاهد باش ما توقعش بطاله. فاش نوصلوا لمرحله يكون التدبير المستوى الجهوي بالنسبه للفورماسيون، ممكن ان كل جهه ديك الساعه غادي تشوف الفورماسيون ديالها وتوجه الفورماسيون في اتجاه ديال الناس اللي غيشتغلوا على هذا المستوى. علاش؟ حيت راه فعلا ماشي غير مثلا السونتي كوميونيتي لا بسيكياتري مثلا، راه ما يمكنش يشتغل الا في القطاع العمومي. مثلا بعض لي سبيسياليتي اللي هما مرتبطين مباشره بالقطاع وفيهم خصاص، كنجيو كنلقى مباراه كيفتحوا واحد العدد قليل ديال لي بوست بعض التخصصات، وكنمشي لمدينه اخرى وكنلقى دي بوست كثار، ومثلا في الجهه الجنوب، وهذاك السيد اصلا قرا في ديك الجهه المعينه على اساس انه غادي يكون عنده التعيين. دونك هنا كاين تدبير اللي يخلي هذه الاشكاليه. ولكن انا ما غيمشي علينا هذا الملف صراحه، يعني راه كان راسلوا لنا بعض الطلبه بهذه الاشكاليه والمتخرجين، وفعلا يعني كانت يعني هذه النقطه تتصل مع وزاره الصحه باش تحل المشكل في اقرب وقت، ويكون تنسيق مع هذه الجهات باش ما يوقعش هذا المشكل ديال البطاله، وما نطرحوش مشكل مستقبلا ان كتقولوا عندكم خصاص في الممرضين وفي الوقت كنلقاو البطاله في الممرضين. وهذا السي مصطفى انا كنشوف خصنا نحسوا بهاد الناس، لان بان لي هو الملف ديالو مهم بزاف، اهم بزاف الحوايج اللي كنهضروا عليهم حنا دابا، لان حنا كنهضروا كمزاولين كموظفين، ولكن هاد الناس هادو خصنا حتى هما نحسوا بهم، لان نديروا راسنا بلاصتهم. فكاين الناس اللي كيتسناو وكيقراو باغيين يعاونوا راسهم باغيين يعاونوا والديهم، فكتبان لي هذه اولويه مهمه في الملف المطلبي، هذه القضيه ديال البطاله ديال الخريجين ديال المعاهد ديال التمريض. سؤال اخر السي مصطفى مهم ودائما كيتطرح ربما في هذا النطاق ديال المشاكل اللي كاينه في الصحه، الناس ديال السي اش اي ما محلهم من الاعراب؟ دابا غنجاوبك بواحد الجواب كتبوا واحد الاخ هنا قال لك ليهم الله دابا باش نحاولوا نفهموا واحد المساله. انت ركز ليا لا هذه ماشي مشكل هذه. لا ولكن شوف راه كلشي يلاه حتى كاع الممرضين في القطاع العام واحد الوعي زعما تعاليق زوينه، زعما صراحه كاين الوعي في تزايد الحمد لله، ماشي بحال في بعض المنشورات اللي كيكون بنادم مخبي. كنشوف انا كونطات حقيقيه وتعاليق زوينه وتفاعل جميل جدا. مشكورين الاخوان اللي كيتفاعلوا معنا في هذا اللايف، وهذا ينم على ان الوعي ديال الممرضين وتقني الصحه كيتزاد وكيزيد يحمر الوجه، لان هادشي اللي بغينا حنا. الشيء انا شخصيا عندي قشابه واسعه، وكما كاينش قشابه واسعه ما تلقانيش 4 سنوات في التدبير في هذا القطاع اللي هي مرحله انتقاليه صعيبه. حاجه وحده اللي ما كتقدرش تقبلوا الحمد لله راه ما كايناش اليوم في التعليقات، هو انه كاين تعليقات باحترام، وغادي يعني ما يكون الاحترام وكل ليميت يكون التفاعل يعني في واحد الحدود مرحبا، غير ما يكونش السب والقذف ومرحبا. دونك باش نعاود نرجع لهذه النقطه ديال النقطه وصلنا للاخوان سمحتي لي، هو ان الاخوان باش نتفقوا على واحد النقطه، حنا لسنا ملائكه، حتى واحد فينا ما ملاك، كلنا يصيب ويخطئ، ولكن في كتبقى في النيه. لان ربما نقول ان السي مصطفى مثلا اساء التقدير في قرار ما في شيء ما، ولكن ما نمشيش بسوء النيه ونقول بانه راه دارها مقصوده ولا راه بغى فينا الخدمه ولا بغى شي حاجه ولا باش نتفاهموا هذه النقطه هذه. كاين واحد المسؤوليه كتكون عندك التكليف اكثر منه التشريف، وخصك تحل المشكل، والناس في القواعد كيتسناوك انك ترضيهم، وصعيب انك ترضي الجميع، ولكن كاين ملفات كبرى اللي غترضي الجميع، اللي من اهمها هو الحفاظ على صفه موظف عمومي، واللي هو السؤال اللي غيجي من مور سي اش بي. تفضل السي مصطفى. المهم كما قلت لك بالنسبه للانتقاد العكس مزيان، لان اي انسان راه كيخطا والتقديرات كتختلف، ولكن في الجوهر العام راه كيبقى التوجه في واحد الاتجاه اللي هو ايجابي. ولكن عاود نرجع لك واحد المساله،
هو انه كما قلت لك راه هاد الملفات كلهم ديال الممرضين وتقني الصحه، باعتبار انا كنمثل الممرضين وتقني الصحه، فاكيد راه كلشي ليه الله، ولكن حنا كيبقى الدور ديالنا، يعني السبب اننا ندير واحد العمل كبير باش يستافد الجميع في واحد الحدود معينه. راه ما يمكنش انت قلتي هاد الظروف بصفه عامه اللي كاينه، راه كتعطيك تحاول تجيب له ماكسيموم اللي قدرتي في هاد الظروف الحاليه اللي كاينه. دابا غنرجع للمستشفى الجامعي اللي كيهضروا على المستشفى الجامعي باش نكون واضحين. شوف، المراكز الاستشفائيه الجامعيه جزء لا يتجزا من الوظيفه ديال قطاع الصحه. كذلك ان حتى داخل النقابه مثلا حاليا كاين عدد كبير في المكتب الوطني راهم اعضاء ديال السي اش واعضاء فاعلين ديال المراكز الاستشفائيه الجامعيه. المراكز الاستشفائيه الجامعيه الاشكاليات الكبيره اللي كانت عندهم في الاول في البدايه، كان عندهم مشكل التقاعد، كان عندهم مشكل ديال الحركه الانتقاليه، كان عندهم مشكل ديال المناصب الماليه اللي هي مرتبطه بالبيجي اوتونوم، وكاين اشكاليات اخرى اللي تزادت دابا. هي جوج اشكاليات، هو هذوك التعويضات اللي كيستافدوا منها الناس ديال ليطا ما كيستافدوش منها الناس ديال السي اش. دونك هادو الاشكاليات الكبيره اللي كاينه حاليا. دابا المنظومه اللي جايه حاليا كلشي غادي يرجع فيزيون في واحد الجروب معين اللي هو سميتو يعني الوظيفه الصحيه، كلشي غيرجع بنفس الامتيازات. ولكن الاشكاليه اللي كانت، وهذه كانت مطلب اساسي، انا نهضر دابا على كنقابه مستقله، يعني جميع الاجتماعات اللي كانت مع وزاره الصحه وكذلك حتى مع الناس ديال الماليه، هو النقطه ديال التقاعد، انه يعني لا يعقل مراكز استشفائيه السي اش بوحدو في السي ام ار وباقي القطاع باقي لي سي اش الاخرين انهم كاينين على مستوى الكار. حنا عارفين الاشكاليه ديال التقاعد ديال الكار، داك لو بلافون اللي ما غتفوتوش والاقتطاعات واخا قليله ولكن الاستفاده ضعيفه بزاف. ودائما كنا كنجبدوا هذا الملف هذا باش نكون واضحين في اي اجتماع، وكان ما بين المطالب الاساسيه. وجاء هذاك القانون ديال الوظيفه الصحيه والقانون ديال الجي اس تي، وهضر على ان كل واحد غيبقى في النظام ديالو الاساسي ديال التقاعد اللي غادي يبقى في المنظومه ديال السي ام ار، غيبقى ولا غيبقى في الاركان غيبقى في الاركان. وعاود قلنا بان خصو يتحل المشكل لان لا يعقل في انه في التعليم الدار لي بروموسيون ديال 2016 الفوق اللي كانوا متعاقدين وتحولوا واحد الوقيته موظفين نظاميين على مستوى الجهه ترجعوا موظفين، حاليا 140 الف تحولات للسي ام ار. اش كاين من هذا الشيء؟ لهذا هذا الملف راه مازال كيتناقش دائما. ولكن اخر حاجه في اخر لقاء مع الوزاره في اتفاق 23 هو انه هذا الملف هذا غادي تربط بهذا الاصلاح ديال التقاعد، لان كاين احتمال انه غادي سيتم ادماج الصناديق في قطب عمومي واحد. ولكن هذا الملف راه كيبقى دائما رائج على مستوى النقابه. القضيه ديال الحركه الانتقاليه ممكن هذه ما بين النقط اللي غتحل الاشكاليه ديالها في هذه المنظومه الجديده، انه ما يبقاش مشكله. نقطة أخرى هي التعويضات، لأن دابا الإشكالية في التعويضات سيتو البرامج الصحية والتعويضات ديال الحراسة والإلزامية. السيرفيس اللي كيسهر على مستوى وزارة الصحة، يعني اللي هو الخزينة العامة للمملكة، كانت إشكالية تحلات في واحد المرحلة. ولكن بالنسبة للسي اشو عندهم ارتباط بواحد السيرفيس اللي تابع للمالية، وتقريبا تما كاين لوبستاكل. ولكن دابا بما كلشي غيتدمج في منظومة واحده، هذا المشكل خصو يتحل في اقرب وقت، لانه لا يعقل حنا في منظومه واحده موظفين واحدين في نقابات واحده ملف واحد انهم ما يستافدوش من نفس الامتيازات. وبالتالي هذا الملف راه دائما حاضر ديال المراكز الاستشفائيه الجامعيه. مساله اخرى عن الممرضين الاعدادي، حيت بعد ما تنقرب على الاسئله كيطرحوا لنا باش ما نساوش شي حاجه. الممرضين الاعدادي الاتفاق اللي فيه كما قلت لكم لنا هما باقي مرتبطين بالمرسوم القديم ديال 2007 ماشي 17 2007، هو انهم غادي يستافدوا من 5 سنوات، وباعتبار كتبدا من 2024 يعني تقريبا بحال 6 سنوات. واكيد اللي خرجوا تقاعد السنه اللي فاتت مع اللي غيخرجوا التقاعد هذه السنه هذه غالبا خصهم المرسوم يخرج، اكيد واحد العدد غيستافد، واخا هما العدد ديالهم اللي باقي في ليطا ماشي كبير بزاف، ولكن غادي يستافد يعملوا ماكسيموم بهذه السنوات الاعتباريه. باقي واحد السؤال اللي سولوني على المتصرفين، حيت انا فاش هضرت على المتصرفين ما تهضرش على المتصرفين حاليا، تهضر على الممرضين. كانوا غيروا الاطار واحد المرحله هو ممرضين في الاصل، وعاود رجعوا للاطار ديالهم كممرضين. هادو اللي رجعوا للاطار ديالهم كممرضين ما استافدوا حتى سنه اعتباريه، لا في الاتفاق الاول ولا في الاتفاق الثاني. بالتالي دابا غيستافدوا حتى هم دوك 3 سنوات اعتباريه. ولكن ماشي اللي غادي يغير الاطار حاليا غيكون في السلم 11 وغادي يجي يدخل يرجع للمنظومه، يعني يرجع للممرضين باش يستافد السنوات الاعتباريه، ما غيستافدش. تهضر على الناس اللي هما مرتبين حاليا في السلم 10 وغادي يرجعوا للاطار ديال الممرضين، هما اللي غيستافدوا من هاد 3 سنوات اعتباريه. تفضل سي رشيد الا كاين شي سؤال اخر. داكور. السؤال رجعنا للاتفاق. انت بالنسبه لك السي مصطفى معنا كاين شي لقاء مع الوزاره يوم 12 فبراير، واش متفائل بشان تنزيل الاتفاق الذي يشبه البعض بالسلحفاه لانه اسمه اتفاق ولا زال يتفق؟ شوف السي رشيد، الا غنكذب عليك ولا الاخوان راه غادي نشوف الوضعيه في قطاع الصحه، فهي وضعيه لا تبشر بالخير على جميع الاصعده، لان جينا في واحد المرحله ديال التغيير.
بالاضافه لان التفاعل الحالي ديال وزاره الصحه ماشي بنفس الطريقه اللي خصو يكون، خاصه في واحد الوقيته اللي حنا ديال الشونجمون صراحه. يعني هذا اللقاء اللي غادي يكون غالبا يعني غادي يعطينا بعض الاجوبه على بعض الملفات، لان دابا الممرضين اش كيتسناو باقي المهنيين الصحه، وان الاتفاق كاين على الاقل النقط الاساسيه اللي ما مرتبطاش بالمنظومه الصحيه تنزل، باش كتكون بادره حسن النيه، باش يعرفوا الناس فعلا راه كاين اشكاليات تحلوا، باش يبان فعلا راه كاين واحد التقدم في هذا الملف هذا. مثلا ما بين النقاط القضيه ديال البريم دو ريسك اللي خصها تحل في اقرب وقت، لانها محتاجه غير مرسوم، وهذا المرسوم راه غالبا دابا راه كاين في الامانه العامه للحكومه، كيتسنى غير البرمجه ديالو، ولكن الا خرج غيكون احسن، لان باش نبعثوا واحد الاشارات ايجابيه لا لينا حنا كنقابات ولا كذلك المهنيين ديال الصحه. نقطه اخرى هي هذه القضيه ديال السنوات الاعتباريه اللي هضرت معاك، وكاينه عاود نقطه اخرى ديال هذه الفئه ديال المتصرفين، وكاين نقطه اخرى ديال هذه البرامج الصحيه، لان البرامج الصحيه حاليا هذا التعويض هذا غيرجع قار يعني بالنسبه للمهنيين ديال الصحه، وغيكون في النظام الاساسي، ولكن على الاقل نحلوا الاشكاليه من خلال النص التنظيمي ديال الاشكاليات اللي كانوا قبل، لان كاين الناس دابا حاليا في المغرب كاين اللي استافد كاين اللي ما استافدش، وبالتالي ان خصنا هذا النص التنظيمي باش نخرجوا من هذوك الاجتهادات ديال بعض المناديب وبعض المدراء الجهويين اللي خالقين احتقان دابا على مستوى الجهات. انت شتي بزاف ديال الجهات لدرجه دابا الاشكاليات مابقاش كتحل على مستوى المديريات الجهويه المندوبيات، بقاو كيطلعوا المشاكل لوزاره الصحه. دابا اي مشكل خصنا نطلعوا لوزاره الصحه باش يتحل. دونك هذا واحد الوضع اللي هو شاد، ما خصوش يكون نورمالمون، وخص حتى المناديب والمدراء الجهويين يتحملوا المسؤوليه ديالهم، خصهم يسيروا هذا الوضع. بما ان كاين واحد الاتفاق وكاين فيه واحد النقط وكاين بيجي، راه خصنا نحترموا هذه النقاط هذو. مساله اخرى هو ان هذا النص التنظيمي مثلا في 12 غالبا هو يكون عندنا جواب على النص التنظيمي ديال البرامج الصحيه، غيكونوا علينا جواب على بعض النقط اللي عاودت لك عليهم اللي عندهم يعني واحد الاسبقيه اللي خصهم يخرجوا في اقرب وقت. واما بالنسبه للاجوبه على النظام الاساسي اللي هو فيه اشكاليه وكلشي تيتخوف منه، ما غيكونش عندنا جواب نهائي على بعض النقط الا بعد الاجتماع اللي غيكون ديال الحكومه، واحد اللجنه بين وزاريه اللي كتهضر على المنظومه الصحيه، غيجاوبوا على هذا النظام الاساسي المرتبط بالجي اس تي. وكذلك غيكون عندنا اللقاء 25 هو اللي غيجاوبنا على هذا النظام الاساسي ديال الجي اس تي، وهذه الوضعيه الوظيفيه ديال صفه موظف اللي هي كتمثل 50% ديال الملف اللي كان في الاتفاق. ولكن في هذه المرحله هذه علاش كنقول انا بان الجو يعني ماشي ايجابي ب 100%، ولكن الاشكاليه هو مثلا لاحظتي دابا حاليا وكاله الدم وكاله ديال الادويه، هي التجربه دابا اللي باديه حاليا، يعني مجلس اداري الدار وصادقوا على الهيكله ديال الوكاله لا ديال الدم ولا الادويه، وصادقوا حتى على النظام الاساسي حاليا. وهنا كنطرحوا السؤال، هذا النظام الاساسي حنا كنقابه لحد الان ما عندناش نسخه منه، ولا يعقل انه يتمرر، والغريب انه تيهضروا بان المصادقه عليه. يعني هنا كيبان بزاف ديال الاشياء، واش فعلا كاين تكتم على بزاف ديال المقتضيات تنتفاجئوا عاود كما وقع لنا في الماليه، حتى بداو احتجاجات عاد باش تغير دوك المقتضيات الماليه. دونك هنا باش نقول بان كاين اشارات سلبيه يعني على مستوى ديال وزاره الصحه، واكيد حنا كنتحملوا المسؤوليه ديالنا حنا كنقابات يعني، وحتى في اتجاه ديال التواصل مع القواعد. كما قلت دابا انا حاليا الاشارات اللي تقدر تعطانا ايجابيه هي هذا النظام الاساسي ديال الوكالات، الا شفناه فيه واحد النقط اللي اتفقنا عليه، خاصه الربط ديال المناصب الماليه بالميزانيه العامه للدوله، والربط ديال النقط الاساسيه مع الظاهره 58، والحفاظ على صفه الموظف. اكيد انها تبعت اشاره على ان النظام الاساسي ديال لي جي اس تي غيكون في نفس التوجه، ودونك هنا غيكون على الاقل واحد الاطمئنان ديال المهنيين ديال الصحه على المستقبل ديالهم. ولكن الا كانت اشارات سلبيه اكيد غيتزاد عاود الاحتقان في قطاع الصحه، وغنمشيو عاود في واحد المسار ديال النقابه تجر من هنا والوزاره تجر من هنا، وفي نهايه المطاف غادي يعاودوا يرجعوا لذاك الشيء نقطه الصفر، وهذا الشيء اللي كنتخوفوا منه نرجعوا لنقطه الصفر. وعلاش؟ لان كاين سؤال مطروح دائما، واش فعلا كاينه اراده فعلا، هذا الشيء دابا كنبقى واش كاينه اراده فعلا داخل الحكومه انها تتعامل شويه بجديه مع هذا القطاع ديال الصحه. خصنا نخرجوا من هذاك المنطق ديال التعامل ديال قطاع الصحه لانه مرفق غير منتج، ومجرد ان التدبير ديالو خصو يكون بالمنطق ديال القطاع الخاص. وهنا كنبدا نتخالفوا كاع مع التوجه. وي تفضل اسي رشيد. واخا ملي غيجي الانسان ينتقد ولا يتحاسب معك، مثلا انت ككاتب وطني النقابه المستقله، صعب في ظل انكم في تنسيق، واحد التنسيق سداسي. ف الكل يتساءل، القواعد تتساءل بالنسبه ملي كديروا واحد التصعيد الاضرابات وهذا، وشويه كديروا تعليق، شنو الضمانات اللي كتعطى؟ واش هي مجرد حكمه ومجرد زعما انكم كتعطيو واحد حسن نيه للوزاره اننا لازلنا لم نكشر عن انيابنا من ناحيه ديال
التصعيد في الاضرابات واننا باقيين ثاقين فيكم وباقيين غاديين معكم بواحد الطريق، ولا الاغلبيه اللي هي اللي كتتفق وانتم كترضخوا لان كتكون الاغلبيه وكتقولوا صافي نديروا تعليق الاضراب ولا نديروا هذه الخطوه ولا نديروا هذه الخطوه؟ لان كيبان انكم غاديين بواحد اللين مع هذه الوزاره، علما ان دائما الكل يتحدث عن ان دائما حتى في اللقاءات كيكون غير مدير الموارد البشريه. سي رشيد، هذه النقطة هذه اللي كيهضروا عليها قضية التنسيقية باش نكونوا واضحين، شوف حيت تكون كل نقابة كتقود الساحة سواء النضالية ولا الحوار كتكون عندها واحد الفليكسيبيليتي كبيرة كما كان عندنا حنا في النقابة المستقل وفي باقي النقابات. حتى القرارات ديالك كتكون سهلة، بغيتي تمشي في التصعيد غتمشي في التصعيد، بغيتي تمشي في الحوار غتمشي في الحوار. ولكن حيت كتدخل واحد التنسيق ووقعتي اتفاق، اكيد ان نسبة كبيرة ديال القرار ديالك ما كتكونش عندك انت بوحدك، ماشي شي واحد سحبها لك، ولكن الوضعية التنسيق كتفرضها. علاش؟ لان انت 6 النقابات، 6 ديال العقول، 6 التقديرات، وبالتالي انك تمشي في هذا التوجه. ولكن انت شكون اللي كيهمك في هذا الشيء كله؟ انت كنقابه مثلا كتمثل الممرضين، هو هذا التوجه اللي فيه 6 النقابات واش فيه شي حاجه ايجابيه بالنسبه للملف؟ ما كنهضرش على التوجه الميداني ولا الحوار، واش فيه شي نقاط ايجابيه؟ واش الا خديتي التوجه ديالك بوحدك انت خارج التنسيق اش غتربح واش غادي تخسر؟ دونك هادو اسئله جوهريه اللي كطرح. مساله اخرى هو ان حنا ما عمرنا يعني في داخل التنسيق خدينا قرار بالتصويت، كناخذوا قرار بالاغلبيه من بعد تداول، وبعد ما طلع اجتماعات كتاخذ مده طويله باش نوصلوا لشي حل. واكيد ان بعض المرات التوجه ديالنا حنا كيكون صالحنا، بعض المرات كيكون ضدنا. حنا غالبا فاش كيكون ضدنا هو اللي كيخلق اشكاليه، لان بعض الناس اللي داخلين النقابه ما كيتقبلوش، كيفهموا بان لا راه كاين مانيبيلاسيون ديال هذا التنسيق المستقل، وما كاينش هذا الشيء كله بتاتا، ما كاينش، كاين نقاش كل واحد تيحاول يقنع الاخر. لهذا بعض المرات خاصه القرارات اللي كتكون مرتبطه يعني بالنضال الميداني، كيفاش نتوما رفعتوا الاشكال النضاليه كتحاول تقنع بان راه هذا تقديرات ديال النقابات. انا مثلا اللقاء الاخير ما حضرتش، ولكن التقديرات ديال الكتاب الوطنيين وكان ممثل ديالنا حضر تما، هو التقديرات هو انه ماشي 100% كاين هذا الشيء ايجابي، ولكن كاين اشارات. وبالتالي ان انت كنقابه عندك الدور ديالك هي انك تحاول وتحتج، حيت كيبان لك خصك تحتج، راه كتحتج، حيت كيبان لك خصك تحاول بما انهم عندهم تقديرات، الاغلبيه تقديرات على ان هذا الشيء ايجابي، مشاو في هذا التوجه. وحتى دابا حاليا اذا ما كانش يعني التوجه عطانا عاود نتائج، غنرجعوا لنفس الطريق اللي درنا. دونك هذه مساله ديال المزاوجه ما بين الحوار والنضال، مساله عاديه ملي كتخلق جدل. ما تنساش حيت حنا النقابات خاصه المستقله فيها شبابيه كبيره، واغلبيه جايين من تنسيقيات، واغلبيه فكر التوري، وهذا الصراع غيكون داخل النقابه، ماشي بحال مثلا النقابات اللي فيها ناس كبار شي شويه وغادي يجيهم هذا الشيء عادي ان الحوار. لان ما عمر بعدا واحد القضيه مهمه، ما عمر في قطاع الصحه كان حراك بحال كيما داز العام اللي فات، كان تكون وقفه وحده كاع ولا جوج في العام كله، مي باش يكون لمده 6 شهور ما عمره كان. وبالتالي انه كيكون صالح واحد الفئه ضد واحد الفئه اخرى. لهذا انا بالنسبه لي غادي اي حاجه كنديروها غادي تكون تخلق جدل، غتخلق اعداء، غتخلق اتهام. لان حنا الثقافه المجتمعيه ديالنا راه اي واحد في النقابه راه بياع، راه بيع الماتش، راه بزاف هاد الثقافه، راه المصالح ديالهم الخاصه، وهذا الشيء ما كيساليش. ولكن اللي كيهم هو النتائج. لهذا تنقول انا بالنسبه لينا في هذه المرحله كنتسناو الاجتماع ديال 12، وكنتسناو الاجتماع الاساسي انا بالنسبه لي محوري هو ديال 25، لان هو اللي غيجاوبنا على هذه الوضعيه الوظيفيه. لان شوف الا حافظنا على الوضعيه الوظيفيه وباقي النقاط الاساسيه كلشي اللي كيبيرابل. الاشكاليه هي ان تمشي لك الوضعيه الاساسيه ديالك هي الوظيفه العموميه ومركزيه المناصب الماليه. دونك هذا هو ليسونسيال، ونتمناو تكون شي حاجه ايجابيه، ونتمناو وزاره الصحه تلتقط الاشاره. اللي فهمت هو ان انت في داخل التنسيق كتشوف القرار اشنو داي فيه الممرض وتقني الصحه، الا بان لك بانه كاينه مصلحه ديال الناس اللي كتمثلهم، كتحاول انك بحال نقولوا كتمارس واحد شويه ديال السياسه مع هذه الحكومه، مع هذه الوزاره، لان النضال غيبقى دائما مستمر. النضال راه كاين وبحال التصعيد لا بغيتوا ديروه راه غديروه، ولكن في اطار انكم كتحاولوا تعطيو واحد حسن النيه، وانكم لان بغينا ولا كرهنا فالنقابه راه ماشي عدو للحكومه ولا الوزاره، النقابه هي شريك للوزاره والحكومه كواحد الشريك اللي كيهمو في علاقته مع الوزاره ولا مع الحكومه هي اشنو دات الطبقه الشغيله اللي كيمثلها. فبالنسبه لان كنشوف هذه الوزاره ولا هذه الحكومه كتبان لي بحال شويه هاويه. لان علاش؟ حتى كتنوضوا تقولوا درنا اضراب، صيفطوا الرساله الاولى ما جاوبوكمش، حتى قلتوا غديروا اضراب عاد تيعيط لكم اجيو. هاد المساله، هاد الحوارات الماراثونيه اللي كيداروا ولاو كيبانوا شويه ما لايقينش حتى بالحكومه والوزاره، ماشي لا عاد. اما النقابات راه باقا تتقول غنسيسوا معاهم تنكملوا هذه الاتفاقات اللي ما بغاش يكمل.
شوف سي رشيد، انا متفق معك. حنا ما بين الاسئله اللي مطروحه عندنا دابا حاليا هو مساله ديال كيفاش قطاعات اخرى جاوا من الوراء ديالنا الحراك ديالهم كان محدود. ما نهضرش على التعليم، ورغم ذلك يعني ان النقاط ديالهم الاساسيه تمررات مشات، كاين اللي خرجت في اطار مراسم. حنا الا كتعقل الوقفه، انا باش نكون واضح زعما مع بعض الخوت، فاش كنا في الوقفه امام الوزاره اش قلنا، وانا مازال عاقل ذلك، بان حنا الا ما كانوش مراسم يعني رسميه اننا ما غنعلقوش هذا الاشكال نظريه. انا مازال عاقل على هذا الخطاب. وفعلا يعني فاش كان اللقاء مع الوزاره يعني كان الاساسي يعطونا المراسم، ولكن بالنسبه لبعض الكتاب الوطنيين حيت قلت لك انا القرار ماشي ديالي بوحدي ولا ديال فلان ولا، من بعد النقاش هو انه هذه المراسم اللي هما مهمه اللي هضرنا عليهم جوج اساسيه مشاو للامانه العامه للحكومه، وبالتالي ان البرمجه ديالهم تقدر تبان في اي لحظه، ما عارفينش التوقيت بالضبط، ولكن كنتمناو انه في اقرب وقت باش نخرجوا من هذا الجدل هذا اللي كاين. ولكن كيبقى التخوف، وفي حاله الا ما تنزلوش هذه المراسم في اقرب وقت اكيد غيوقع احتقان وشكون اول واحد كيبقى في الواجهه. باش نقول لك واضح، راه كما وقع الضغط مثلا داخل في القواعد، دابا راه الضغط الاساسي تجاه الكتاب الوطنيين بدون احراج، زعما باش نهضر معك بكل صراحه في هذا النقطه، ما بين الضغط ديال الوزاره كتعطل في التنزيل ديال النقاط، لان كما قلت لكم حاليا دابا القرار ديال وزاره الصحه ماشي عند وزير الصحه، دابا عند الحكومه باعتبار انه اتفاق حكومي، وكذلك يعني كاين الضغط من التحت ديال القواعد. ولكن حنا كنحاولوا زعما بصفه عامه ككتاب وطنيين كل واحد التقدير ديالو، كل واحد القناعه ديالو، اننا نسيروا هذه المرحله اللي فعلا صعيبه، ومرحله اللي فيها واحد العدد، واحد نسبه ثقه كبيره ما بين القواعد وما بين القيادات النقابيه تمسات. ولكن واحد النقطه اللي بغيت نصحها، القضيه ديال سوء النيه وحسن النيه مع الوزاره. اما النقابي كيتعامل بحسن النيه وسوء النيه مع اطار قطاعي ولا وزاره الصحه ولا وزاره قطاع اخرى، اللي كتعامل معاه هو انك انت فاش كتشوف باب الحوار كيعطيك نتائج، او باب الحوار فيه نقاط اللي تقدر تكون ايجابيه كتمشي فيه، ما كيبان لكش كتمشي للطريق الاخرى اللي هي ديال الاحتجاج. لان في نهايه المطاف شوف الاحتجاج شكون الهدف ديالو؟ تنزل لطاوله الحوار، وحيت ما تلقاش نتائج في طاوله الحوار كتنزل للاحتجاج، وهذا الشيء غيبقى دائما متزامن. الاختلاف اللي كاين، نقول الاختلاف اللي كاين هو انه داخل التنسيق حاليا كاين نقابات اللي عندها مثلا الداخل ديالها كيامن واحد الحاجه مهمه، هو كيقول لك المزاوجه في لحظه واحده ما بين النضال وما بين الاحتجاج. وهذه المساله في النقابات هي مساله صعبه كدار في التنسيقيات، هي يكون الاحتجاج داخل الميدان كوسيله ضغط والنقابات تحاول، ولكن النقابه حيت كتكون كتحاور يصعب عليها ان دير المزاوجه ما بين الحوار وما بين الاحتجاج في وقت واحد. دونك هذه الاشكاليه. دونك الا كانت حنا هذه النقطه كتكون في النقابه عندنا، نقابات اخرى ما كتساهمش بهذا الشكل، وبالتالي حنا راه قرار جماعي، ولكن هذا القرار الجماعي يعني انه بتقديرات ديال الاغلبيه راه كنشوف التوجه ديالو. دونك هذا هو باش نكون واضح مع هذه النقطه هذه. فهاد الزوبعه كامله اللي وقعت من العام اللي فات لدابا، وفي ظل ان كان واحد المرحله نضاليه مهمه العام اللي فات كما قلتي، وكانت شاخده كما كيقولوا، فشنو بان لك نتايا في التفسير ديالك من خلال الزوبعه من العام اللي فات لدابا؟ واش هذا الشيء ما عندوش علاقه بتمرير قانون الاضراب؟ هذا التاخر هذا اللي كاين والتعطيل ديال المراسيم وهذا الشيء، واش ما عندوش علاقه بقانون الاضراب اللي بغاو يدوزوه؟ لا شوف، دابا ملي جبتي هذه النقطه ديال قانون الاضراب، دابا باش نكونوا واضحين، انا هذه النقطه ديال ان هذا الشيء عنده علاقه بقانون الاضراب، المنطقه يعني منطقيا ما مساله غير مقبول. علاش قانون الاضراب اصلا المسطره ديالو مازال ما سالاتش، وحتى فاش غادي تسالي من بعد يعني المحكمه الدستوريه وكانت لا بوبليكاسيون ديالو، التطبيق ديالو اللي كاين في النص حاليا ومذكور ما غيكون الا من بعد يعني 6 اشهر، يعني كنهضروا حتى لا فان ديال لاني. حنا كنهضروا على نقاط خاصها تنزل في هذه الشهور القليله هذه. والنظام الاساسي خاصه ان جي اس تي كاين النقاش انه غادي يبدا التنزيل ديالو في شهر 3، يعني هذه النقاط هذه راه عندها علاقه بهذه المرحله الحاليه اللي كاينه. مساله اخرى هو بعض المرات يعني كنحاول نجاوبك انت وكنجاوب على بعض الاسئله كنقراهم هنا. مساله مثلا ديال واحد الصديق هنا كيقول لك بان النتيجه ديال هذا النقاش اللي كيقولنا للسي الكاتب الوطني هو انه التنسيق سيسرح هنا. دابا هذا النقاش غير بغيت نفهم، التنسيق الوطني في نهايه المطاف ولا هاد الكتاب راه في مجرد نقابات ومناقبين موظفين في القطاع ديال الصحه. الا كان شي واحد تيقبل على راسو انه يكون يعني كيسرحوا شي واحد، هذاك نقاش اخر. انا كان بالنسبه لي هما مجرد ممثلين ديال هذه القواعد في ظل الظروف كما قلت لك حاليا اللي راه حنا كنهضروا عليها، في ظل هذا الوضع الحالي ديال العمل النقابي في قطاع الصحه، في ظل التعامل ديال الوزاره حاليا خاصه مع هذا التعديل الحكومي اللي وقع. اكيد انك تحاول تشوف له ماكسيموم اللي تقدر تجيبه في هذه المرحله واللي يقدر تمرر، ما عنده علاقه لا بهذا المنطق ديال السلاح اللي عنده علاقه بحسن النيه
هو مجرد يعني مجهود كيبذلوه الاخوان. حتى واحد ما كيتخلص على الدور، انا شخصيا ما كنتخلصش على الدور، الاخوان ما تيتخلصوش على الدور في المكتب الوطني. كل واحد تيدير المجهود ديالو، كيخسر من الطاقه ديالو، من الماده ديالو، من التوقيت ديال ولادو، بزاف ديال الاشياء اللي كيضحوا بها الاخوان. ولكن دائما كتبقى الخطاب السلبي راه غيبقى دائما وما غاديش يختفي. ولكن اللي كيهم هو انك دير الواجب ديالك باللي قديتي عليه، واكيد تحاول تحس براسك ما قديتيش دير شي اضافه جديده، راه غادي كما كيقولوا باللغه ديالنا السوات وغترجع الله. داكور، لان قضيه اخرى. انت كتجاوب بحال هاد التعاليق، ولكن التعاليق نورمالمون ما كاين لا شي لا لا جواب عليهم، الجواب. لان شوف المصطلح رشيد ديال قبيله، شوف وي سي رشيد، قبيله انا قبيله هذا النقاش ديال اليوم هو راه نقاش اخوي، بحال جالسين بيان في سور القهوه بيان سور. كنهضروا فهمتي. فوالا، دونك عاديه بعض الاسئله خصك ضروري هي تجاوب ولكن عليهم، مساله المصطلح عاديه ديال زعما ماشي مشكل. يصلح هنا وهذا راك فهمتيني، ما خصوش يتقال، لان من قبيل حنا كنقولوها. الحمد لله ان 99% ديال التعاليق كلها راقيه وجميله، وفيها انتقاد، فيها اختلاف، فيها مقترحات، فيها اسئله، ولكن باحترام وبادب. وهذا الشيء اللي بغينا، لان راه كاين الناس كيتفرجوا فينا، فبغينا نعطيو واحد الصوره زوينه على الممرض وتقنيه الصحه، ونبينوا بان الوعي تزاد، وبان راه الانسان كيرتقي، وكما بقاوش غادي في شي امور اللي ما اللي كتسيء لهذا القطاع هذا. مساله نقطه اخرى اخرى مهمه خويا باش مصطفى. نكمل سي رشيد. دابا هذيك شوف، بعض المرات في النقاش انا وياك بعض المرات شي حاجه كنكون مقصوده، بما ان كاين بعض الاشخاص كيقصدوا، حتى حنا كنقصدوا دوز ميساج، ولكن انا نرجع للاسئله. وي دابا واحد السؤال عاود تطرح هنا وشتو كيتعاود بزاف على قضيه الاطار الصحي العالي. هذا وي النقاش هذا ديال الاطار الصحي العالي صراحه وخدا واحد البعد اللي هو غلط. هو عدد كبير تيقول لك تم التضحيه بالملف ديال الزياده في الاجور لصالح الاطار الصحي العالي، وما عنده حتى علاقه، لان الزياده في الاجور غير باش نعطيك واحد الرقم تقريبا مليار و500 مليون درهم، بمعنى راه 150 مليار مغربيه اللي تعطات للزياده في الاجور. اما الملف الاطار الصحي العالي حاليا مازال ما تحددش التعويض ديالو، النسبه ديال المستفيدين ديالو ما كتفوتش 2000 مستفيد، والنسبه ديال الميزانيه ما كتشكلش تقريبا حتى 3% او 2% من هذيك الزياده في الاجور. يعني هذا النقاش هذا ما عنده حتى علاقه. ولكن الهدف الاطار الصحي العالي، انا شخصيا ما غنستافدش من هذا الاطار الصحي العالي، عدد كبير داخل النقابه ما غيستافدش من الاطار الصحي العالي. ولكن علاش دار الفكره؟ دارت لان الممرضين عدد كبير ديالهم حيت ما كيلقاش ليفوليسيون في الكارير ديالو اللي هي التمريض، كيمشي لقطاعات اخرى، كيمشي لاطر اخرى، كيمشي للمتصرفين المهندسين. لهذا علاش ما يتخلقش اطار داخل الممرضين اللي كيشجع هاد الناس اللي مشاو للعلي سلك ديال الماستر انهم تكون عندهم ليفوليسيون في واحد الاطار. وهذا الشيء ماشي جديد، راه كاين في فرنسا، كاين بزاف ديال الدول باش كنحافظوا على هذوك الناس وكنشجعوهم يبقاو داخل القطاع. دونك هذا هو الهدف ديال هذا الاطار الصحي العالي، وما تتشكلش الميزانيه ديالو شي ميزانيه اللي هي كبيره وما عندها حتى علاقه بالزياده في الاجور، حيت هذاك هو الملف اللي كيشمل جميع المهنيين ديال الصحه وجميع الممرضين لتقنيه الصحه. نقطه اخرى اللي شفتهم كيسولون عليها الخوت بزاف واللي مهمه هي القضيه ديال التنسيق السداسي. مزيان وضح شي حوايج، التنسيق السباعي، وهذا الشيء كيرتبط بك شويه رشيد، لان انت دابا راك في التنسيق، راك مع نقابه اخرى خارج التنسيق. ولكن مزيان نجاوب على هذا السؤال، ماشي مشكل. انا كنحترم كاع النقابات، وانا هنا كنمارس التواصل والاعلام مع الاخوان باش التنوير الشغيله، اللي بغى يطلع مرحبا به، انا ما عنديش مشكل. هذه القضيه الانتماءات النقابيه بالنسبه لي انا كتختزل كلها في مصلحه ديال الممرض وتقنيه الصحه. ماشي مشكل. المهم انا باش نزيد نوضح لك، شوف قضيه ديال التنسيق كيفاش. شوف هو فعلا التجربه ديال التنسيق 8 نقابات ما عمرها كانت يعني في المغرب، وجات من بعد ان النقابات توقع ديال الاتفاق ديال ديسمبر 23، والاتفاقات اللي كل نقابه وقعتهم مع وزاره الصحه في جونفيي. دازت مده، كل نقابه دارت نضال خاص بها، منهم النقابه المستقله للممرضين. في نهايه المطاف بان بان كل النضال ديال كل نقابه بوحدها ما عطاش الاكل ديالو، وكل شيء اقتنع ان الحل الوحيد باش ذاك الاتفاق تعترف به الحكومه هو انه تكون الوحده النقابيه ما بين جميع النقابات. وفعلا دارت واحد التجربه يعني هذيك تحسب القطاع الصحه، هو انه تقريبا 8 نقابات اللي هو اكثر تمثيليه اجتمعوا كلهم ودار ذاك التنسيق، وفعلا دار واحد الزخم كبير نضالي على مستوى البلدان، وعطى الاكل ديالو في نهايه المطاف انه الحكومه اعترفت لاول مره بذاك الاتفاق. ولكن من بعد يعني فاش وصلنا للمرحله ديال التوقيع اكيد كل واحد التقدير ديالو. غنعطيك بعض الاشياء، مثلا ما علقش على القرار ديال الاتحاد المغربي للشغل لان كل واحد الرؤيه ديالو، ولكن انا شخصيا يعني داخل النقابه علاش استمرينا في التنسيق، ما عندنا لا اهداف سياسيه ولا شيء، عندنا هدف مهني واحد هو النقاط ديال الممرضين خصها تنزل. كان النقابه اللي استمرت معنا من بعد الانسحاب ديال هي النقابه ديال الاطباء. نقابه الاطباء في التقدير ديالها يعني ان جوج نقاط اساسيه ما توفراتش، هي الزياده في الاجور ديال الاطباء وهي الدرجه خارج الدرجه، واعتبرت ان هذه النقطه ما كايناش في الاتفاق وانسحبت.
وهو نفس النموذج حنا بالنسبه لنا في 2022 ان اعتبرنا الاتفاق 22 ما فيه حتى حاجه بالنسبه للممرضين، وانسحبنا ما وقعناش ومشينا خدينا واحد الاشكال نضاليه. ولكن في هذه المرحله هذه يعني التقديرات ديال الاخوان في النقابه بان بان هذا الاتفاق فيه نقاط ايجابيه اكيد كما قلنا في الحدود الدنيا، ولكن مشينا على اساس انه وقعنا على الاتفاق وكنا كنتظروا انه تنزل الاتفاق من بعد دوك اللقاءات ديال اللجان. جا التعديل الحكومي اخر هذا الشيء كله، ولكن هذا ما تعنيش اننا هذا الاتفاق ما غنتبعوش حتى التنزيل ديالو، ضروري غنتبعوا حتى التنزيل ديالو لان فيه نقاط ايجابيه. اكيد انه ما غيرضيش الجميع كما قلت لكم المره اللي فات، لان يصعب انك في قطاع اللي هو عامر بالاشكاليات انك ما ترضي جميع الاطراف، ولكن غادي تحاول ترضي لو ماكسيموم ديال المنخرطين اللي كاينين في النقابه، اللي بدا في هذا الملف واللي هو مرتبط بجميع مهني الصحه اللي فيه الاشكاليه وما كان حتى واحد متوقعه قبل اللجان الثنائيه انتخابات اللجان الثنائيه، هي القضيه الوضعيه الوظيفيه، واللي اكيد جات قدامنا جميع حنا كنقابات وخصنا اننا نبقاو مستمرين في هذا الضغط حتى نجيبوا على الاقل مكتسب لنا. وصلنا لواحد المرحله ما بقيناش كنضربوا على اتيان بالنقاط اخرى جديده، ولكن على الاقل المكتسبات اللي حصلنا عليهم على الاقل اننا نحافظوا عليهم. دونك هذا هو المستجد اللي كان في هذا الاتفاق، وهذه النقطه الاعتباريه. لهذا لاحظ الاتفاق راه اول نقطه فيه هو النقطه ديال الوظيفه العموميه، هي النقطه ديال صفه موظف، هي النقطه ديال مركزيه المناصب الماليه، وهذو راه راكزين عليه بزاف لانه غادي يكون هو المفتاح ديال جميع النقاط اللي باقيه لقدام. باقي شي سؤال في اطار هذه المكاسب اللي وهذه الغنائم كما كنقولوا حنا اللي كاينه مؤخرا بالنسبه خصوصا في الشق المالي، كنسمعوا سي مصطفى كنشوفوا بان غتزاد واحد 1500 درهم بالاضافه للتخفيض الضريبي اللي غتقدر توصل حتى 1900 درهم، وكنسمعوا البعض مثلا في بعض المنشورات لا نرضى بالفتات. هذه النقطه شنو رايك فيها؟ سي رشيد كما قلت لك، شوف غايه انك تاتيسكي كاع لي بيرسون كاع لي زانتيريسي ما عمرك غتوصل دائما غيكون تبخيس لاي حاجه درتيها. ولكن انا نعاود نرجع لك غير شي شويه اللور. الا شفتي الاتفاقات اللي دازت على مستوى وزاره الصحه بالنسبه للفئه نظريه فئه الممرضين، اكيد ان حتى الزيادات اللي كتكون دائما فهي محدوده. راه كتعقل 2006 شحال تزاد الممرضين، كتعقل 2022 صفر زياده باستثناء الملف ديال السنوات الاعتباريه. الى رجعنا قبل منها اكبر زياده دازت في الوظيفه العموميه هي 600 درهم، كان واحد المرحله عاود زاد 300 درهم. دونك هادو هما الزيادات اللي كانوا، ولكن حاليا يعني الاتفاق كان على اساس انه 3500 درهم كزياده. هي كتبقى مساله اللي هي مهمه، غتوصل الصالير يعني لواحد الصالير دي ديبيتون 1% ديبيتون، يعني انه يبدا ب 8000 درهم، وهي واحد لافونسي اللي هي مهمه. ولكن كاين الناس اللي دائما عندهم المنطق ديالهم هذا الشيء مجرد فتات، هذا الشيء دائما تبخيس مساله عاديه. وكون اكيد انك واخا تجيب حتى 10000 درهم اضافيه للمهنيه ديال الصحه، كاين اللي غادي يبخس هذا العمل، كاين اللي غادي يبخس هذا الدور. ولكن ما يهمك انت انك تاخذ واحد المسار كنقابه باش انك تجيب واحد العدد ديال المكاسب اللي قدرتي عليها. راه كما قلت لك في الظروف الحاليه، انا بالنسبه لي في التقدير ديالي في هذه الظروف الحاليه 1500 درهم كزياده للممرضين، بالاضافه الى دوك النقاط ديال تعويضات الحراسه والتعويضات ديال البرامج الصحيه، بالاضافه للتعويضات ديال اللي راه حنا يعني اتفقنا مع الوزاره وخصهم يدوزوا في النظام الاساسي، منهم تريزيام ومنهم ديال المناطق الصعبه، منهم بزاف ديال النقاط اللي غادي تقدر توصل ان الصالير ما يكونش يعني 8000 درهم بوحده، ولكن فيه تعويضات اخرى اللي غتكون كتليق بالعمل. بالاضافه لان هذاك البيوم باركت اللي مازال مبروكين لحد الان ومهم جدا، ولكن عنده ارتباط مع ديك ريفيرونسيال دي كومبيتونسيون بلوا ونوموكلاتير دي زاكت اللي مازال معطل لحد الان. ولكن واحد المناسبه نسيت واحد النقطه باش ما ننساهاش، مهمه جدا بالنسبه لي. منحه الطلبه، الله يحفظك تردد بزاف هذا السؤال حتى هو دخلوا في هو صح. شوف رشيد فكرني بالنقاط لان بزاف ديال النقاط باش ما ننسى حتى نقطه. لا باش اخوانا باش ناكد لكم والله العظيم ما كاين لا انتقاء في الاسئله ولا انتقاء في التعاليق. ها هو السي مصطفى هو كيعاونني في التعاليق. شوف انا براسي كنقرا التعاليق، شوف انا براسي كنقرا التعاليق وكنحاول نجاوب. انا كاين شي حوايج نشرحهم السي مصطفى الله يبقى مسجل، بحال السنوات الاعتباريه راه عطات شرح ممل تبارك الله، فصل فيه مزيان. فبلا ما نعاودوا نرجعوا لهذه النقطه لان راه هضر فيها بما فيه الكفايه، ويمكن لكم ترجعوا للتسجيل ان شاء الله وغتشوفوا داك الشيء اللي قال على السنوات الاعتباريه. تفضل السي مصطفى النقطه اللي بغيتي تقول دابا وزيد عليها منحه الطلبه. نبدا هاد منحه الطلبه مزيان. دابا مزيان كتفكرني بعض النقاط. شوف الطلبه كما قلتي هذا الملف هذا يعني من بعد يعني واحد المرحله ديال النقاش وهذه وصل انه توقع عليه اتفاق، ولكن خصو الدراسه. علاش الدراسه؟ لان الاشكاليه اللي لقينا بما انه هو تعويض مرتبط بالتدريب الميدانيه،
ماشي مرتبط بالتكوين، بمعنى التدريب الميدانيه اللي كيقوموا بها هاد المهنيين في داخل هاد المؤسسات الصحيه. هنا الاشكاليه لقينا فاش كتوزع الملف التنزيل كتلقى بان كاين بزاف ديال التخصصات، يعني كنهضروا على 5 الاطارات: الممرضين وتقني الصحه والقابلات والمساعدين الاجتماعي. كنلقاو بان عدد كبير ديال التخصصات ما كيديروش اصلا التدريب الميدانيه في السنه الاولى. فاش كنجيو للسنه الثانيه عاود كنلقاو مثلا واحد الفئه معينه، واحد الاطار معين تيدير واحد العدد قليل ديال التداريب، بالاضافه ان كاين فئات اخرى بحال الممرضين المتعددي التخصص اللي عندهم ستاج من العام الاول والعام الثاني بواحد النسبه كبيره وفي العام الثالث. وبالتالي ان الا درتي واحد الرقم اللي هو فورفيتال غتكون ظالم ديك الفئه اللي كدير عدد كبير ديال التدريب الميدانيه، خاصه انه مرتبط بالنقطه ديال التدريب الميدانيه. لهذا دابا اللي كان في اخر نقاش اللي كنعقل اخر لجنه درنا، اتفقنا بانه غادي تقسموا هاد الممرضين هادو على اساس انه الفئه اللي كدير اكبر عدد ديال ستاج غتعطى على حسب ديك النسبه ديال العدد ديال الساعات ديال التدريب، والفئه اللي كدير اقل غادي تعطى هذه النسبه، على اساس انه السنه الاولى بما ان النسبه ديال التدريب محدوده ما غيكونش هذا التعويض. دونك اخر اللقاء اتفقنا انه غيكون في السنه الثانيه ولكن بناء على الاطارات، وفي السنه الثالثه كذلك، وباش يكون واحد التعويض اللي هو مرتبط بهذه الخدمه اللي كتقدم داخل المؤسسات. لحد الان هذا الملف اخر اللقاء اللي كان مع اللجنه ترفع هذا الملف هذا يعني الجهات المختصه خاصه الماليه. لحد الان ننتظر الجواب على هذا الملف هذا رسميا والصيغه اللي غادي يكون التنزيل ديالها، لان يعني مشكل تقني اكبر من المشكل ديال المطلب. دابا ندوز لنقطه اخرى اللي هضرتي عليها سي رشيد ديال الطلبه. وي قلت واحد النقطه اخرى فكرني. لا ما قلت لك، لا انت اللي كنتي غتقول شي نقطه وجبت لك انا من حس الطلبه وقلتي نبدا من حس الطلبه، ولكن اون اتوندون واحد السؤال مهم عاوتاني تردد هنا هو ديال التاخر في المستحقات ديال الرتبه والدرجه والامتحان الكفاءه، لان بزاف الناس تراكمت عليهم زعما سنوات باقي ما خداوش لي رابيل ديالهم. هذه النقطه هذه واش هي واش عندك فيها شي راي السي مصطفى؟ السي رشيد، شوف بالنسبه للامتحان ديال الكفاءه انا ماشي وزاره باش نقول لك فوقاش تخرج النتائج ديال امتحان لا ماشي الكفاءه. نتائج، لا 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 تراكمات، تيكمل لك كاين على ناس لا باقي ما فهمتك. تيجيوش عليهم، باقي ما تخلصوش الرتبه، كاين اللي باقي لا عنده. لا تجاوبك على النقطه الاولى حيت هي الجواب الاولى كيسول على النتائج، هذه ما عندها علاقه. ولكن المشاكل ديال التدبير ديال الملفات افيكتيفمون كاين مشكل. بلا تيكمل لك. لا فهمتك الملفات الاشكاليه ديالهم ديال التاخير ديال التسويه ديال الوضعيه الماليه. دابا الاشكال هو انه هذه تقريبا واحد 6 شهور تعطاتنا واحد ليطا دافونسمون ديال جميع الملفات ديال الممرضين، على اساس انه ما غاديش يفوتوا لافار كاع ديال لو موا دوز، غيكون جميع الملفات سوات. ولكن لحد الان كاين تاخر على مستوى وزاره الصحه. صراحه انا براسي كنستغرب، لان كاين قطاعات فيهم الالاف، قطاع ديال التعليم، قطاع باقي القطاعات الاخرى ما كاينش فيهم هذا التاخير هذا. وكثر من هذا الشيء كله بعض المرات كاين اللي الملف ديالو كيمشي للماليه وكيترجع يعاود يبدا الملف من الاول. دونك كاين مشكل في التدبير ديال الملفات، وهذه التسويه هذه كتخلق اشكاليه. تنعطيك غير نموذج دابا حاليا بعض الاخوان راسلوا لي بغا يشاركوا في بعض المباريات ديال المدراء باعتبارهم انهم حاصلين على السلم 11 وعندهم ديك لي كونديسيون، كيمشيو يشاركوا في المباراه حاليا كيلقاو ان لا سيتياسيون ديالهم الاداريه حاليا واقفه ومازال ما تحولش للسلم 11 وما حصلوش على داك الانديس اللي عندهم وما عندهمش الحق يشاركوا في المباراه. علاش؟ لان كاين فيهم اللي في الشطر الثاني مازال ما تسواش الوضعيه ديال الشطر الثاني. دونك هذا الشيء مترابط، ولكن الوزاره خصها تحمل المسؤوليه في هذا النوع ديال الملفات، لان فعلا تيتعطلوا بزاف ديال الحقوق، وهذا الدور ديال وزاره الصحه وهي رساله لوزاره الصحه. واكيد انا في النقاشات دائما كنجبدوا هذه النقطه، رغم انه واحد الوقيته هما كانوا كيحاولوا يصرعوا بواحد الطريقه، لانهم كيعتبروا بان المنظومه الصحيه الجديده خصها تنزل وخص الملفات يتسوق قبل ما يكون هذا التنزيل ديال المنظومه الصحيه، لان ديك الساعه غيكون تدبير بعض الملفات غيكون على مستوى بحال اللي راهو في الوكالات، غيمشيو للوكالات، غيكونوا في الجي اس تي، غيكون في الجي اس تي. نقطه اللي نسيت عاد تفكرت قبيله هي الهيئه، عاد تفكرت لنا هي السؤال اللي كان كيطرح بزاف وممكن عنده علاقه مع هذا النقاش الحالي اللي كاين عندنا على مستوى ديال وزاره الصحه. هو هذه الاشكاليه ديال اللي سمعنا ديال التوظيف ديال بعض الممرضين على مستوى ديال مصر، ولكن هو خبر خاطئ. لان انا بالنسبه لي هذه المساله هذه غير وضع السؤال ديال ان لا الصالير ولا اللغه، لان عارفين التكوين فرونكوفون ديال انجلوفون ديال الممرضين المصريين، وما يمكنش انهم يتادرتوا مع المنظومه اللي هي خاضعه الفورماسيون اللي هي فرونكوفون. دونك هذه انا بالنسبه لي خبر غير صح. ولكن السي مصطفى هذه النقطه اللي باقي واحد النقطه راه غالطين فيها بعض الاخوان اللي ملي سمعوا الصالير ديال $1000 قال لك عطيونا حنا $1000. راه خصكم تكونوا عارفين بان اكريتا تيخلص مزيان. يعني هذه المؤسسه هذه اللي مشيتي ليها انت
من الناس ديال ليطا طلب اكثر من 1000 دولار ويعطيوها لك. يعني ما تمشيوش غالطين من الناحيه ديال الصالير، سمعوا ويقولوا راه بزاف راه عطاوهم، علاش حنا واش ما نستحقوش. انت خدام في ليطا وي، ولكن الا مشيتي عند هذه المؤسسه باش تخدم راه يقدروا يعطيوك حتى 2000 دولار باش نكونوا شوف واقعيين في هذه النقطه هذه. السي رشيد، راه كاين دابا ممرضين حاليا، ممرضين ديال التخدير والانعاش، كاين فيهم اللي خدام بهذا الصالير حاليا في اكليتال، ولكن تا هو كان زعما الخبر يعني الطريقه باش دار كما قلت لك عنده علاقه حتى يعني بشويه الاخرى. جاوبت دابا اكليتال رسميا بان هذا الخبر غير صحيح، ولكن فرق واحد النقاط ديال الصالير. قال بان لا يمنع، لا قالوا خرج واحد البلاغ توضيحي وكاتبين ان لا يمنع الانفتاح على الكفاءات الاجنبيه، لان ما تنساش السي مصطفى راه الاشقاء ديالنا في تونس راه موجودين في اكديتالاس، كاينين تبارك الله كاينين. لا شوف كاينين هذوك، ولكن ما تنساش واحد القضيه، راه كانوا اللي مقيمين في المغرب وداروا التكوين ديالهم في المغرب وخدامين في اكديتال واجانب ماشي غير تونسيين. ولكن ما نساوش واحد المساله، شوف اصلا جاي في هذا النقاش كان في وقيته ديال الممرضين الفلبينيين، لان قلت لك الممرضين الفلبينيين حتى هما اونغلوفون، وما يمكنش غيخلي قدامه انجليز 3000 دولار ويخلي بزاف الدول غيجي المغرب اللي احنا عارفين الصالير لحد الان حاليا بهذه الزياده اللي مازال ما تزادش راه باقي 700 دولار. دونك المساله اما دابا النقاش اللي مهم ارتباط بهذا النقاش علاش جبدنا هذه القضيه، هو الهيئه الوطنيه للممرضين. شوف الهيئه انا دايما تنقول ما بين المطالب الاساسيه الاعتباريه ديال الممرضين. علاش؟ لان ما بين الاشياء اللي كتهدد الممرضين حاليا هو ان ها انت كاينه فورماسيون سيستيم ال ام دي، كاين دي ليسونس، كاين دي ماستر، ولكن في نفس الوقت كتلقى عدد كبير ديال الناس ما عندهمش تكوينات ديال التمريض وكيجيو كيمارسوا مهنه التمريض. في القطاع الخاص اللي كنهضروا عليه حاليا كاين ممرضين تيتخلصوا بالسميك، ولا يعقل انه يتخلص بهذا الصالير، هو عنده يقدر يكون عنده اجازه ويقدر يكون عنده ديبلوم ديال البريفي. دونك هذا هو الملف الاساسي اللي خصو يكون. ثاني حاجه ليماج ديال الممرض في المغرب منين جايه من بعض الممارسات اللي يمكن يعطيوها واحد الناس اللي هو ماشي ممرضين، لان الناس شوف تيدخل السبيطار عنده جوج الناس، عنده ممرض وعنده طبيب. الطبيب عنده واحد الصوره معينه والممرض بالنسبه لي عنده واحد الصوره معينه، وهذيك ليماج ما يمكنهاش تصح ما حد عندك بعض العناصر اللي ما كتمتش المهنه ديال التمريض وكتعطي واحد الصوره سلبيه، لا من ناحيه التكوين. راه كتمشي دابا بعض المرات لشي مؤسسات اللي هما داخل يعني المؤسسات بريفي، راه كتشوف حتى اللونغاج ديالو ماشي سيونتيفيك، اللونغاج ديالو ما عنده علاقه بالتمريض، وبالتالي ان بالنسبه للناس كياخذوا صور على هذاك السيد ان التكوين ديالو محدود، التصرف ديالو بعض الممارسات المشينه بحال الرشوه، التعامل اللي هو ما تيمش كاع المهنه ديال التمريض. وهذا الشيء كله باش خصو يتنظم. هو ان القطاع الخاص الا كانت الهيئه الوطنيه، وممكن ان كاينه واحد الفئه كبيره داخل القطاع الخاص ما باغياش كاع الهيئه تخرج. علاش؟ لان اول حاجه غادي تفرضها هو انه ما يمكنكش تخلي شي واحد يمارس مهنه التمريض الا الا يكون حاصل على الشروط العلميه والتقنيه. العلميه بمعنى خص يكون عنده الدبلوم تكوين معين اللي على الباك بلس 3، وكذلك انه خص هذاك الدبلوم يكون ركوني، ماشي اي واحد يجيب الشهاده منين جا ويجي يمارس المهنه ديال التمريض. كذلك كاين عدد كبير انه تيقول لك على الاقل ديبلوم باك بلس 3. كاين الناس اللي جاو داروا تكوين ديال لي زانفيرمي اوكسيليير في البريفي ومنها انتقلوا مباشره لي زانفيرمي ديال باك بلس 3، وكاين اللي مشتغلين في القطاع الخاص. ثاني حاجه هو ان في غياب هذه الهيئه هذه كاين مساله ديال التشريعات المرتبطه بالمهنه. شكون اللي غيعطي لافي ديالو حاليا؟ الا قرينا بقوه القانون ابار النقابه اللي كتكون النقاش ديالها داخل وزاره الصحه، ولكن بقوه القانون وفي بعض المؤسسات راه هي الهيئه الوطنيه للاطباء في غياب الهيئه الوطنيه للممرضين، وخاصه في النقطه الاساسيه اللي هي نومونكلاتور دي زاكتور ريفورماسيون دي كومبيتونس امبلوا. والنموذج راه شفناه في هذيك كلاسيفيكاسيون كومين دي زاكت ميديكو، راه خرجات شي شحال ديال عدد ديال لي زاكت، وفي عدد كبير ديال لي زاكت كيديروا الممرضين، ماشي دي زاكت بريسكري، دي زاكت بروبر ديال الممرضين وباقي المهنيين، الكينيزيثيرابي، لورتوفوني، بسيكوموتريسيتي، بزاف ديال هادشي. شكون اللي خلى الفراغ اللي كاين ان هيئه ما كايناش؟ دونك راه المطلب الاساسي اللي خصو يكون هو الهيئه. دابا نعطيكم فين وصلنا. الاشكاليه اللي كانت داخل النقابات هو انه نقابات اقترحات ان نمشيو في لي لوا ديكزيسيس اللي كاينين حاليا اللي هو 43 13 ديال الممرضين، 44 13 ديال القابلات، و45 13 ديال الريديكاتور، في انتظار يخرج القانون المزاوله ديال باقي مناولي المنتوجات الصحيه اللي هما لي تكنيسيان دو سونتي وبعض التخصصات. ولكن بعض النقابات اختارت توجه اخر، تقول لك لا غنديروا هيئه واحده، وهنا وقع خلاف ما بين النقابات. اما هو راه بامكانه كان تصور واحد ديال النقابات، الوزاره غادي دير مشروع قانون او مشاريع قوانين وصيفطهم للبرلمان المصادقه، رغم انه حاليا دابا في البرلمان كاين جوج مشاريع قوانين قدمناهم في واحد الفريق برلماني. كاين المشروع ديال القابلات والممرضين، يعني مشروع واحد يعني تكون هيئه واحده، وكاين المشروع ديال لي ريديكاتور.
دونك هذه المشاريع ديال القوانين تقدر واحد الوقيته توقع المصادقه عليها وغادي ترجع امر واقع ان الهيئه الوطنيه خصها تكون. ثاني حاجه، حنا اتفقنا في النقابات انه كنا غادي يكون الملف ديال هذا الاتفاق غادي يكون سنه في ديسمبر، لان ما كنا في هذاك النقاش اللي كنا كنناقشوا ما كناش عاونا التعديل الحكومي غادي ياخر هذا الشيء كله، ما كناش عاونا اصلا على التعديل الحكومي. هذا الشيء النقاش اللي كنقول لك انا كان من بعد 23 جويي من بعد الاتفاق، ان قلنا غنصفوا جميع الملفات وغيكون جلسه خاصه ديال النقابات تنسيق، وغنعطيو تصور واحد لوزاره الصحه هو اللي غادي يتبنى وغادي يصيفطوا مباشره يعني للمؤسسات التشريعيه. ولكن هذا التاخير ديال تنزيل الاتفاق براسو اكيد انه مس حتى التاخير ديال هذا الملف هذا بما فيه الملف ديال لوريك، لان حتى لوريك باش نزيد لوريك اتفقنا مع الوزاره، اتفقنا قبل التعديل الحكومي على اساس انه 15 في نوفمبر غادي نتوصلوا بالنسخه الاوليه ديال لوريك، وغتكون عندنا مهله ديال شهر ونعطيوها اجابه ديفينيتيف، وبناء عليها غادي تخرج هذا لوريك هذا. كما قلت لك يعني هذا التاخير ديال الملف بصفه عامه اثر على التاخير ديال هذا الملف ديال لوريك وديال الهيئه، ولكن انا كنعتبر يعني حنا كنقابه انه ملف اساسي وخصو ينزل في اقرب وقت لان محتاجينه في المنظومه الصحيه. وما نساوش دابا المزاوله حاليا تيبغي شي واحد يزاول المزاوله المهنه ديال التمريض ولا تقنيه الصحه بصفه عامه ولا ليوريديكاتور، من تيتوجه الامانه العامه للحكومه، وما بين الشروط اللي وضعها ما حداش ما بين الشروط انه يكون باك بليس 3 ليسونس، غير انه ديبلوم ديال باك بليس 3 بمعنى حتى الدبلومات ديال القطاع الخاص كتقبل. ولكن مستقبلا الجي اس تي ما بين التخصصات ديال الجي اس تي انه اعطاء لي زوتوريزاسيون ديال هذه المهن، وبالتالي انه يعني المخاطب الرسمي فهو وزاره الصحه دابا، وبالتالي انه كاين امكانيه انه نضغطوا في هذا الاتجاه، وكاين فرض انه فعلا هذه القوانين المزاوله خصها تنزل في اقرب وقت لانها معطله بمراسم ما كايناش، وفي نفس الوقت ان هذه الهيئه خصها تنزل لان هي الحل الاساسي بعد الصوره ديال المهنه، الاستشاره المهنه في هذه القوانين، وكذلك الضبط ديال المزاوله ديال المهنه سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص. داكور سي مصطفى، بحكم ان النقابه ديالكم كتمثل عندها واحد الخصوصيه ديال القطاع وانها كتمثل نقولوا نقابه فئويه، ما رايك ككاتب وطني في المساله ديال التقاعد، بحكم ان ربما نهضروا على سن التقاعد في مهن اخرى، ولكن ملي كنجيو للمهنه ديال التمريض وتقنيه الصحه كنظن ان بعض التخصصات او بعض الاحيان كتشوف ان ديزاكت اللي صعيب تعطيهم شي واحد يديرهم عنده 65 عام مثلا. ما رايكم نتوما كنقابه ولا كاع حتى في اطار التنسيق في مساله التقاعد؟ شوف انا ما نقدرش نقول لك دابا الموقف ديال التنسيق، لان هذه النقطه ديال التقاعد كانت واحد المرحله قبل ما يكون التنسيق كل نقابه عطات التصور ديالها، ولكن غنعطيك انا التصور ديال النقابه عندنا حنا، لان هذه النقطه ناقشناها وعطينا الموقف ديالنا. مثلا حنا كنعتبروا بان بعض الدول اللي كيشتغل في المرافق اللي هي مرافق اللي فيها يعني عمل كبير بحال المستعجلات بحال الماتيرنيتي، مثلا نعطيك اوروبا بعض التخصصات كيخرجوا صغار 55 عام تيخرج صغير، وكاين اللي كيعتبروا سنه ديال العمل داخل يعني المرفق العمومي وخاصه المستعجلات فهي تعادل تقريبا سنتين من العمل في مرفق عادي. وكنا طالبنا بان علاش ما يكونش في هاد لي سيرفيس اللي هما بينيبل وبالاضافه اللي هما لي ديرجونس الماتيرنيتي البلوك، علاش ما يكونش انه يدار يعني التقاعد ديالهم 55 سنه، لانه صعيب باش تجيبوا ممرض يشتغل في المستعجلات في ديك الظروف ديال العمل 12 ساعه كونتيني ويشتغل في هذيك الظروف. ولكن هذاك المقترح قدمناه، انا مازال كنتذكر كنقابه قدمناه في مجلس المستشارين فاش كانت عندنا واحد الدعوه، وقدمناه حتى لوزير الصحه في الايام ديال التعديل ديال قانون الوظيفه الصحيه، ما تخداش بعين الاعتبار. اكيد حتى النقابه اخرى ماشي فيها التوجه، ولكن من بعد التوقيع ديال الاتفاق يعني كانت تقترح علاش ما يكونش يعني واحد ابار ديال السنوات انه على الاقل في التعديل الجديد ديال التقاعد ما يتشملوش بعض المرافق بعدا بالزياده في السن، على الاقل هذه اقل حاجه دار. كاين المقترح حتى ديال الاختيار ان كيكون عندك اختياري ماشي اجباري. ديما بين النقاط اللي ناقشناهم. انا سولتيني النظام اللي نمشي فيه يعطيوني رزقي دابا عندي ما ندير التقاعد سهله. اما القضيه ديال الفرق تكون مثلا في بعض لي سيرفيس، شوف حيت التعامل مع الوظيفه العموميه بانها منظومه وحده راه خطا. قطاع الصحه ماشي هو القطاع ديال التعليم، ماشي هو القطاع ديال قطاعات اخرى،
دونك راه خصنا نتعاملوا بمنطق ان فعلا الامه حتى وصل لقطاع الصحه ماشي اللي خدام في بعض المراكز هو اللي خدام مثلا في المستعجلات. راه 12 ساعه في المستعجلات راه بزاف ديال اللي لقاو. الدليل على داك الشيء ان عدد كبير ديال الممرضين فاش كيخرجوا من بعد التقاعد فعلا راه واحد المده كيعانوا من امراض مزمنه، وقليل حتى ليسبيرونس دو في محدوده في هذا الشغل في هذا القطاع. دونك هذا الشيء راه خصنا تاخذ بعين الاعتبار. وكذلك ماشي غير هذا الشيء اللي قلنا حتى في مواقيت العمل اللي غتجي جديده. المشكل في الكونيكسيون. الاخوان في التعاليق باش نعرفوا واش من عندي ولا من عند السي مصطفى. اخوان في التعاليق باش نعرف واش من عندي من عند السي مصطفى. من عند السي مصطفى مع الاسف عنده مشكل في الكونيكسيون. الاخوان كتبوا لي في التعليق واش كتشوفوا اللايف، واش اللايف غادي مزيان باش نعرف واش من عندي ولا من عند السي مصطفى. عنده هو داكور. نتمنى نعاودوا نتواصلوا معاه. السي مصطفى عاود تواصل معنا فضلا وليس امرا. جميل صراحه وبدون مجامله. اخوان واش من عندي ولا من عند السي مصطفى؟ شي تيكسب من عندي شي تيكسب من عند السي مصطفى. واش لايف مزيان دونك من عند السي مصطفى. نتمنى انه يعاود يلتحق بنا. داكور. هل بريم دو ريسك يحسب في التقاعد؟ انا نسولو الى عاود رجع عندنا. الاخوان شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم الايجابي والجميل، وعجبني الحال انني شفت تعاليق جميله جدا. حنا ننتقدوا الاخوان ونختلفوا، ولكن دائما الرقي في التعامل والادب في الحوار واللباقه هي اللي كتجعل من الانسان محترم وكتخليك انك انسان محترم كتعطي سمعه زوينه على الدومين. لان مع الاسف احيانا كنشوفوا بعض المصطلحات وبعض الجمل اللي كتكتب من طرف من ينتمون الى هذا القطاع معنا زملاء ديالنا زعما حشومه، وعلما ان انتم كتشوفوا الجروبات واخا كتشوفوا جروب فيه اهلا سي احمد، كتشوفوا جروب مثلا واخا كتشوف بانه ديال لي زانفيرمي، ولكن راه كاين ناس دخلاء كيدخلوا كيديو ما يعاودوا. فكاين السكرين دابا، كاين التسجيلات، كاين. فردوا البال الاخوان لان حاولوا تنصحوا سيرتو بعض المتهورين اللي كتلقاهم واحد التعليقات ولا واحد المنشورات. فنحاولوا اننا نرتقيو بهذه المهنه ديالنا ونحاولوا اننا نعطيو صوره ايجابيه وصوره زوينه باش نكسبوا دائما الاحترام الواجب لينا ولا الدومين بصفه عامه. وانتم عارفين شنو كاين وعارفين كاين واحد الحقد رهيب من طرف بزاف د الفئات في المجتمع على هذا المجال هذا. فنحاولوا اننا نرتقيو. لننتظر قليلا حتى يعود الينا السي مصطفى. نشوف نعيط ليه. مشكور طبعا على المرور ديالو. حتى التليفون ما خدامش، وقيلا يكون طفالو التليفون. دابا خدام. سي مصطفى ديشارجا. يلا شوف تقدر تعاود تدخل معنا. فوالا غير نشوف نختموا ان شاء الله. مرحبا. اذا الاخوان ديشارجي له التليفون او غير يرجع معنا. عماد رابحي اللي عنده ال11 شحال عنده في السنوات الاعتباريه؟ كنظن سنه واحده. غتكون سنه واحده اخي عماد اعتقد. وكنظن غير بالنسبه للناس اللي ما خداوش سنوات اعتباريه ملي كانوا في الديس، والله اعلم. حيت السنوات الاعتباريه فصل فيها السي مصطفى في الاول مزيان، بديت له بهذا السؤال هذا.
فالاخوان لنتفائل لنحسن النوايا. و سي مصطفى راه كان معنا صادق وكان معنا واضح وجاوب على جميع الاسئله. فضلك السي رشيد، 3 سنوات الاعتبار ستكون باثر مادي؟ لا اعتقد اخي زكريا، لان اصلا بدينا من شهر 1 2025. دونك لا اعتقد انها ستكون باثر مادي، ولكن انا المعلومه بالنسبه لي غير ثقافه عامه. ولكن السي مصطفى الى رجع معنا غيكون عنده الجواب الصحيح. وهذا دابا اهم شيء بعدا هي الحفاظ على صفه موظف، وثاني اهم شيء هو ان هذا القانون الاضراب ما يتمررش. عاد نشوفوا الاخوان هذه المسائل ديال السنوات الاعتباريه. زكريا خليتي يجي اسم مصطفى رجع معنا ونشوفوا من عنده الجواب، رغم اني لا اعتقد انه غيكون باثر مادي، ولا كان باثر مادي غيكون من شهر 1 2025. الشطر الثاني بالنسبه لخريجي السلك الثاني، وننتظروا الاخوان الى رجع معنا السي مصطفى ونشوفوا هاد الاسئله اللي بقات. سينو نعاودوا مع حلقه اخرى ان شاء الله، لان الحوار لا ينتهي وكاين بزاف ما يتقال. سونتي مكناس فاتي ظلم يا اخي، والله ظلم في حق الممرضين المتصرفين سلم 11. وانا ضروري شوف ما غيمكنش ترضي الجميع، ضروري غتلقى متضررين في جميع الفئات. ما يمكنش انا براسي متضرر، ولكن كنشوف بان اهم شيء دابا كنفيزي قدام عيني انا هي الحفاظ على صفه موظف. هذه اهم حاجه كتبان لي دابا انا بعدا. وهذا القانون ديال الاضراب هو اللي كيبانوا لي مهمين بزاف. فوالا، الحفاظ على صفه الموظف والهيئه هذو هما المستقبل ديال الدومين كامل. اقصاء الممرضين وتقنيه الصحه ذوي التكوين 3 سنوات ولا 10 قبل المرض. اخي الكريم راه خداو سنتين ديال السنوات الاعتباريه، خداو عامين ودوزوا ال11. راه خداو عامين، يعني من واحد الناحيه راه اللي كيبان له هذه المساله ان هاد الناس هادو راه متضررين. عاوتاني الناس اللي كانوا في النوف، واش اللي دوز سلم 9 دوز فيه 12 عام قبل 2017 وما خدا حتى حاجه. كيما درتي لها وحله جا ضروري غيخرجوا غيكونوا عندك ضحايا. دونك نعيطوا للسي مصطفى نشكروه ونخليو ان شاء الله الا كان شي جزء ثاني من بعد. سي مصطفى ها شنو؟ ما بغيتش. واش يعاود يدخل. المهم شوف سي مصطفى، نديرو حل. المهم نخليو مره اخرى ان شاء الله نعاود نديرو الجزء الثاني ان شاء الله. امم 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 الوظيفه وشنو؟ داكور. كاين غير واحد السؤال كيقولوا السنوات الاعتباريه واش سوف تكون باثر مادي؟ امم داكور. امم 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 السي مصطفى واخا ندير الهوب بارلور باش نختموا. داكور باش نختموا باش نشكروكم. وي صافي داكور. شكرا بزاف اخويا مصطفى، الله يكبر بك. لا لا جميل جدا، الله يحفظك السي مصطفى. شكرا بزاف، شكرا بزاف السي مصطفى. يلا اذا الاخوان السي مصطفى تعذر عليه عاوتاني باش يجي، لان بحال قبيله نفس المشكل وقع. قال لكم راه غيوعدنا انه غيدير الجزء الثاني ان شاء الله، غيكون على الوظيفه ان شاء الله. وماذا بينا دابا ما بقى لنا الا اننا نشكركم نتوما بعد اللي كنتم معنا وكنتم متفاعلين معنا في هذا اللايف. هذا اللايف هو يبقى مسجل الاخوان اللي ما حضروش معنا من الاول. فتحيه لكم كاملين الاخوان، وشكرا جزيلا جزيلا للاخ الصديق الدكتور مصطفى جعا اللي كان في المستوى واللي كان متالق معنا وكان واضح وجاوب على جميع الاسئله. ويكفي انه مر معنا في اللايف، فهذا
اهم شيء ممكن اننا نشكروه عليه، لانه قبل الدعوه في واحد الوضع اللي كاين مشكل في التنوير وكاين مشكل في التواصل، القواعد تسال وما كاينش تواصل. فسي مصطفى مشكور على انه قبل انه يمر معنا في هذا اللايف هذا، وفي ظل هذا الطرح السخون كما كيتقال، ومع ذلك داز معنا وجاوب على جميع الاسئله وما فرضش عليا شنو ما نسولوش ولا شنو نسولو. وكان الامر واضح جدا اننا غادي نهضروا بواحد التلقائيه، وفعلا انتم كما شفتوا بدون زواق وبدون لغه خشب وبدون مكياج، فهضرنا بكل تلقائيه، وانتم كلشي شفتوا بعينيكم يعني، والقلب كيحس. فتبارك الله ما شاء الله الاخ مصطفى كتحس بانه انسان صادق. الناس اللي ما كيعرفوش طبعا، اما حنا كنعرفوه شخصيا وكنتلاقاو معاه ومعنا في الجهه اللي كتشرفوا بانتمائه لهذه الجهه ديال طنجه. فتبارك الله ما شاء الله انتم لمستوا الوضوح والصدق في الكلام ديالو، والله يشهد اننا ما اتفقنا على حتى حاجه، وربي شاهد اننا جينا نهضروا بتلقائيه كما قلت ليه، كما جلسنا في القهوه تنهضروا، غادي نهضروا هنا اسئله تلقائيه، والحمد لله كانت اجوبه من طرف السي مصطفى. وان شاء الله الرحمن الرحيم احمد العالمي السنوات الاعتباريه باثر مادي قال لك طبعا غادي يكون الا مثلا زادتك 3 سنين ولا عامين طبعا غيولي عندك الرتبه غتبدل وغيزاد لك في، غادي يكون شي اثر مادي بهذا الاطار هذا. تحيه لكم الاخوان، شكرا جزيلا لكم. انا الاوان اننا نسدوا هذا البث هذا الجميل والحوار الشيق اللي كان مع السي مصطفى، طبعا بفضل وجودكم كذلك. شوف السي مصطفى هو جا، ما طلعتيش عندي السي مصطفى، طلعتي عندي قبيله طالب انك تطلع، ولكن ملي كليكيت عطاني غفي. شوفوا الاخوه ربما نحاولوا نتواصلوا مع السي مصطفى ولا نزيدوا معاه شي 5 دقائق بعدا. مرحبا بكم الاخوان، حنا بغينا غير نلتقيو بهذا، غير واحد شويه النصيحه الاخوان لبعض الاخوان اللي كيكتبوا بعض المنشورات وبعض التعليقات اللي ما كتشرفش الدومين. حاولوا تنصحوا البعض باش يكون دائما في المستوى، لان كما كيقولوا راه حوته كتخن الشواري، فملي كيكون شي واحد كيدير واحد الكلمات غير منتقات فكيعطي صوره كتمسنا كاملين. فنحاولوا ننصحوا بعضياتنا ونحاولوا اننا نكونوا يدا في يد من اجل هدف واحد، هو اننا نكونوا ان شاء الله في وضع احسن، سواء من الناحيه الاعتباريه ولا من الناحيه الماديه. فهذا مطلب مشروع وحق مشروع للجميع الممرضين والممرضات والتقنية الصحة. فتحية لكم كاملين الإخوان. مع الأسف ما قدرناش أن نعاودوا نتواصلوا مع السي مصطفى، وكما قلنا غادي نخليو إن شاء الله جزء ثاني كنوعدكم به، والسي مصطفى راه وعدنا أنه غيكون معنا. تحية لي من هذا المنبر، وكنعاود نجدد ليه الشكر، وكنعاود نقول الإخوان اللي في النقابات كاملين والكتاب الوطنيين ولا اللي في القيادات اللي بغى يدوز معنا في اللايف مرحبا به. فنتمنى انكم تحذونا حذوه السي مصطفى ان شاء الله، وتدوزوا معنا لتنوير الشغيله، لان هذا واجب ان الناس تفهم شنو واقع. انا السي مصطفى سي رشيد بخير صافي. تفضل التليفون، قلب الكاميرا. وي تيشارجي التليفون صافي. دوك انا غير باش عارف بان هذا اللقاء باقي، خصو واحد اللقاء اخر، المهم نديرو واحد اللقاء اخر صافي، نديرو لقاء اخر ان شاء الله في هذه الايام، ونكملوا باقي النقاط اللي كاينين. دوك كنشكرك السي رشيد على الدعوه، ونتمنى انني حاولت وصلت عليه المعلومات اللي كاينين. كنت كنقولها في غيابك، كنت متالق الحمد لله، وانا كنعرفك ماشي جديد، ولكن كما قلت انا القلب اللي كيهضر. فالاخوان اللي كانوا معنا وكانوا متبعين راك غتلمسوا الحراره الكلام ديال السي مصطفى والصدق ديالو في الكلام. فانسان اللي ما عنده ما يخبي عليكم، وعاد كتشوفوا انه المصلحه ديال الممرض وتقني الصحه راه هي اللي عنده في الدماغ ديالو. هذه مساله ما نبقاوش نعاودوا نناقشوها، لانه خدع على العاتق ديالو انه يدافع على الشغيله ويخرج باكثر ما يمكن من المكاسب. فهذه انا اقولها لكم صادقا، لان يقدر تكون جالس مع شي واحد في الكواليس يبدا يقول لك اش خرج لي من هذا الشيء، اش غندير بكم، ولكن السي مصطفى دائما والله العظيم ماشي مجامله،
فدائما كتجلس معاه كتحس بانه باغي يخرج في المرحله اللي فيها هو باغي دائما يخرج باكثر المكاسب، ودائما كيدير قدام عينيه نصب اعينه بما يحمله اسم النقابه اللي هو الكاتب الوطني ديالها، انه مصلحه الممرض وتقني الصحه. يعني التضحيه ديالو كامله على الممرض وتقني الصحه انه يكون احسن الاحوال، سواء من الناحيه الاعتباريه او من الناحيه الماديه. وانا كنوجه نداء لان يشكر السي مصطفى انه قبل الدعوه انه يدوز معايا في هذه الفتره هذه، اللي انا كنوجه نداء جميع النقابات وجميع القيادات اللي بغى يدوز معنا مرحبا به. ما عليكم الا ان تحدوا حدوى ما فعله السي مصطفى معنا، ومرحبا بكم انتم بغيتوا تنوروا الراي العام، بغيتوا تجاوبوا على الاسئله، مرحبا. غير انا كما كنقول دائما الشرط اللي عندي في اللايف ديالي انني ما كنوجدوش اسئله، ما كنتفقوش على شنو غنقولوا. يعني خصك تكون موجود انك تجاوب على الاسئله اللي كيطرحوها الاخوان في التعاليق والاسئله اللي غنطرحها انا، لان حنا كنطرحوا الاسئله اللي كتشغل البال ديالنا، ما كنجيبوش اسئله من المريخ ولا غنسولوك على النووي ولا نسولوك على الذره، فكنسولوا الناس على داك الشيء اللي كيهمنا حنا. وكما شفتوا التعاليق كانت جميله جدا، وكانت تصب في الموضوع وتصب في المصالح ديال الممرض وتقني الصحه. والسي مصطفى ما تهرب من حتى شي سؤال، بالعكس الاسئله اللي ما شفتهمش انا راه هو جاوب عليهم، وهو كان حاضي معايا التعاليق. فنتمنوا الاخوان كما قلنا ان نرتقيو بالاسلوب ديال النقد والانتقاد. حنا كنقولوها، ومصطفى ماشي ملك، هو انسان يصيب ويخطئ، وممكن انه يدير شي حاجه اللي ما تعجبش البعض وتعجب البعض الاخر، ما يمكنش ترضي الجميع. احنا باقي دابا تنسمعوا بان الاخوان اللي كانوا في سلم 10 قبل 2017 تيقولوا حنا ما دينا والو، علما يعني انكم ديتوا سنوات اعتباريه. وكيبان السلم التاسع اللي كان مدوز 12 عام في السلم التسعود كيبان انه كيحس براسو هو الضحيه الحقيقي. وحلوا اش كي غدير تحل هذه المشاكل هذه؟ فكان الله في عون الانسان اللي كيكون مسؤول. فكاين الناس كيتهربوا من المسؤوليه على هذا الاساس هذا. فحاولوا الاخوان الانتقاد، انتقدوا بعيدا عن السب والشتم والدخول في الصدور. عباره لا يعلم ما في الصدور الا الله سبحانه وتعالى. ونعطيك اخويا مصطفى كلمه ختاميه في هذا الحوار الجميل جدا اللي دوزناه معك. شكرا سي رشيد كما قلت مرة ثانية على الدعوة، ومع التفاعل مع باقي مهنيين الصحة وممرضين تقنيين الصحة، وكذلك رانا حتى الحضور كان من باقي الفئات ديال قطاع الصحة. دونك حاجة وحدة اللي غنقول بأننا حاولت نجاوب بدون لغة خشب على جميع النقاط اللي مرتبطة بالملف المطلبي، وكذلك حتى النقاط اللي بعيدة عن الملف المطلبي اللي مرتبطة بالتدبير والمواقف وبالاحتقان اللي داخل القطاع والانتقادات اللي كاينة داخل القطاع ومسؤوليتنا ككتاب وطنيين. اللي غنقول لك بأن هذا الشيء كيحتاج لقاء آخر، لأن نقترح عليك أن اللقاء الآخر اللي غيكون مرتبط بجوج نقاط أساسية. القضية ديال هذه صفة الموظف حيت كتحتاج نقاش طويل، والنقطة الثانية اللي غادي نناقشوا عليها هي القضية ديال قانون الإضراب. دونك أنت الموعد حددو ديك الساعة فوقاش بغيتي، ومرحبا. شرف لينا تواجدك معنا، شرف لينا أنك مريتي معنا، وعارفين باللي حتى الوقت ديالك راك ما عندكش زعما وقت كافي أنك كتكون دائما متعب، وهذه الخدمه والمشاغل ديال الحياه اليوميه ديال الوليدات عاوتاني الله يحسن العوان. فالاخوان كما قلت لكم تحيه السي مصطفى، شكرا جزيلا له. وحتى الاخوان في التعاليق راهم قدموا لك الشكر على المرور ديالك معنا وعلى التوضيحات اللي قدمتي، وهذا ما يحتاجه الممرضات والممرضون كنظن والتقني الصحه، هو غير من ينورهم ومن يجيب على اسئلتهم فقط. لان ملي كتجاوب على السؤال كتبرد الانسان، بعدا كيعرف راسو فين غادي. التواصل كما قلتي انت في اول الحلقه، الغياب ديال التواصل هو اللي خلق ضجه وخلق مشكل. فتحيه لك خويا مصطفى، ولنا موعد ان شاء الله اللي يكون كيناسبك انت ان شاء الله، ديك الساعه نشوف معك شي موعد ونعاودوا لقاء اخر ان شاء الله اللي نحاولوا ننوروا به الشغيله كما قلنا. وهذا هو هدفنا. كما قلت الاخوان انا هنايا الدور ديالي وانني كنحاول نستقطب كاع الناس اللي بغاو يدوزوا معنا، والهدف هنا واحد، هو اننا نوصلوا المعلومه للناس اللي كيهمهم الامر، اللي هما الزميلات والزملاء ديالنا اللي بغاو يعرفوا المعلومات عما يهمهم وعما ينتظرهم مستقبلا. وبقى جمله اللي قال السي مصطفى ان الوضع لا يبشر بخير، وهذا كيطلب منا ان نكون يدا في يد من اجل مصلحه واحده هي مصلحه الممرض وتقني الصحه. شكرا لك السي مصطفى، تحيه لك اخويا، وتصبح على خير، والله يحفظك اخويا، ودمت متالقا دائما. وما شاء الله عليك اخويا مصطفى، راك وفيتي وكفيتي. تحياتي لك.